مساء الفل عليكم يا اساطير. النهارده الحدوته بتاعتنا من ملخص قاتل الشياطين. وقبل ما نبدا الحدوته عايزه اقول لكم اني محتاجه دعمكم جدا، علشان حقيقي بتعب جدا في تلخيص الحلقه، وكمان المونتاج بياخد مني وقت ومجهود كبير. فيلا بينا ننزل نعمل لايك للفيديو علشان يوصل ل 10000 لايك، واشتركوا في القناه علشان دعمكم بيفرق معايا جدا، وانا بحبكم جدا وبحب تفاعلكم معايا في الكومنتات. ويلا بينا نبدا الحدوته. ودي قريه صناع السيوف اللي يعتبر فيها كل القلاع اتهدمت ما عدا قلعة واحدة بس فضلت مهجورة وبتسكنها الشياطين، وبيكونوا موجودين 4 عند القلعة، 2 جواسيس وشنغارو وسونامي، هشيرو الرياح وهشيرو الأفاعي. وكانوا واقفين عند القلعة المهجورة دي لأن في شيطان خطف واحدة ست وأخدها علشان ياكلها، وهم بيراقبوا القلعة دي عشان يعرفوا الشيطان بيودي الستات دي فين. وكانوا متغاظين إن قلعة زي دي مهجورة ساكنها الشياطين، وبيعرفوا إن في واحدة ست دخلت القلعة دي وما طلعتش منها من امبارح. وهشيرو الافاعي بيتضايق وبيقول له هي اكيد اللي زوغت منك، اكيد مش هتختفي من العدم. اما هشيرو الرياح بياكد له المعلومه وبيقول له انها اختفت قدام عينيهم، وبيشوفوا واحد من الشياطين واخد واحده ست وداخل بيها القلعه المهجوره، واول ما بيشوفوه بيجروا وراه، والشيطان بيكون ندمان انه ما خلصت عليهم الليله اللي فاتت، وبيدخل جري على القلعه، وهم بيدخلوا هناك وبيوصلوا لحد داخل القلعه المهجوره، وبيتفاجئوا بعدد مهول من الشياطين، واي واحد فيهم بيتقتل بيختفي. وهشيرو الافاعي بيقول للاتنين الجواسيس اطلعوا انتوا عشان انتوا عمالين تعطلونا واحنا هناخد المهمه دي. اما هشيرو الافاعي بيقول لشنغارو في حاجه غريبه هنا في المكان ده كله، وصاحبه بيأكد عليه المعلومه وبيقول له انا برضو عمري ما شفت شياطين بتتجمع في مكان واحد زي القلعه دي. وبيسمعوا صوت واحده ست بتقول انجدوني في الدور اللي فوق، وبيوصل سونامي وبيلاقي عدد مهول برضو من الشياطين، فبيضطر ان هو يتنفس في الرياح. ومش بس كده، بيستدعي عاصفه الرمل المتصاعده، وبتكون الدنيا خراب ومليانه دم، وبيكون الشيطان مذهول من حركاته وبيقول له هي دي الست اللي انت عايزها، وبيبتدي يرميها له من فوق. ولكن هشيرو الافاعي بيبتدي يلحقها، وبيجري الشيطان وبينط من فوق القلعه وهم بينطوا وراه، وبيتفاجئوا بعالم غريب وبيوت مليانه نار ومليانه عدد مهول من الشياطين. ولما بينزلوا بيلاقوا نفسهم في القلعه المهجوره، وبيلاقي كل الشياطين اختفت وكل حاجه شافوها في المكان اختفت، وبيبتدوا ياخدوا البنت المخطوفه لطريق امان وبيسيبوها ترجع للبيت. اما اخواتها بيرحبوا بيها جدا، وبترجع تطمن معلمتها عليها، والمعلمه بتقول لها الشيطان هيرجع تاني وهيحاول يخطف حد اقوى المره دي زي الشيطان اللي اتغلبت على الشمس. وبيظهر بطلنا تنجيرو في المستشفى وبيسأل الممرض على اخبار القريه واحوالها والشياطين اللي بتيجي بالليل علشان تخطف الستات. اما الممرض بيقول له ما تقلقش الدنيا ماشيه بس مخيفه حبتين، والاضرار اللي نازله علينا اليومين دول مش كتير قوي، رغم ان في هجوم ما بين قمريين علوي، ودي يعتبر معجزه. وبسبب الحرب العظيمه دي بتنتج عنها فوالق، والفوالق دي بتعتبر عدد من الكرة الفارغه، وعشان كده ممكن الناس تنتقل تعيش فيها وتكون في امان، ودي بتكون حكمه كبيره قوي. وبيكون تانجيريو غايب عن الوعي بقاله اسبوع، واما بيقوم بياكل اكل الاسبوع كله، والممرض بيقول له انت كده بتاكل كتير قوي. قال له لا، ما كان روجي صاحبتي لما غابت عن الوعي قامت واكلت اكل كتير قوي. والممرض بيقول له دي حاله شاذه يعتبر مش زيك خالص. وبيرد عليه تايجيريو وبيقول له هشير الحب وهشير الضباب ناموا يومين وفي اليوم الثالث اتعافوا. وبيقول له انت عارف ايه اللي حصل لاختك؟ بقت تتمشى تحت الشمس بشكل طبيعي. فبيقول لها احنا لسه مش متاكدين سواء هي بتستعيد انسانيتها من جديد ولا ده عرق الشيطان اللي جواها بيتطور لحد ما بتشرق الشمس. وبيقعد يتكلم لحد ما بيشرق بسبب الاكل. والممرض بيقول له كمان ان الهشير هيعملوا اجتماع كمان شويه، وبيحضر الاجتماع هشير الافاعي وهشير الرياح. وبيوصل للاجتماع وبيرحب بيهم هشير الحب وهشير الضباب اللي كانوا بيصارعوا القمرين العلويين. وبيستغرب الزعيم انه عمره ما قابل قمر قبل كده، وهشير الثعبان بيقول له مقابلتهم نادره جدا. وبيبتدوا يرحبوا بهشير الحشره كمان، وبتكون متفاجئه من تعافيهم بسرعه من اللي حصل. وبيرد عليهم هشير الميه وبيقول لهم رئيسهم هو اللي هيشرح لنا ايه اللي حصل بالظبط وازاي تعافوا بسرعه كده. وبيكونوا في انتظار مولانا، وبيحضر نيابه عن مولانا ابو يشكي النائبه عنه اماني، لان الحاله الصحيه للكبير في النازل، وبتعتذر ليهم عن عدم قدومه. وكلهم بيتفاجئوا من الكلام ده، حتى الهياشيره بيبقوا متضايقين جدا. وبتقول لهم اماني سمعتوا بالشيطانه اللي غلبت الشمس، وبتبلغهم ان في حرب عظيمه هتحصل قريب اثناء مصارعه القمرين. اما اماني بقى بتطلع السر المستخبي وبتسال هشيره الحب وهشيره الضباب ايه اللي اظهرتوه كخدعه او صفه كانكم شياطين عشان تقدروا تغلبوا القمرين. والكل بيتفاجئ من كلامها. اما هشيره الرياح بيقول لها هم هيخبوا الكلام ده ليه؟ فبتقول له يا هشيره في ناس ما بتعرفش بالعلامه اصلا، والحقيقه الموجوده على مر
مر العصور ان الشخص اللي بتظهر عليه العلامة دي هو اللي بيقدر يغلب، وبتقول له خد الكتاب ده كتاب لأول شخص ظهرت عليه العلامة دي رغم انه ما كانش من الهشيرة، وهو كامادو تانجيريو، اول واحد حس ان جسمه بيتكوي وما كانش عارف طريقة ظهور العلامة. ويعتبر كده هشيرة الحب والضباب فيهم العلامة دي. واما هشيرة الحب بتقول لها فكرتيني، انا حسيت بانفجار جوايا كده ودرجة حرارتي عليت، كانت درجة حرارة غير طبيعية، وابتديت اتحرك بسرعة وقلبي كان بيدق جامد حتى وداني كانت عمالة ترن، وبتتأسف للفريق ان هي كانت ناسية. اما تانجيريو قعد في المستشفى وكان جاي له حالة برد. اما هشير الضباب قال لهم انا هقول لكم على الزيتونة، في اخر معركة تعبت وجالي تسمم وحاولت اتنفس كتير عشان ابطأ من التسمم ده، ولكن كان في ولد صغير جاي ينقذني وعلى وشك ان هو يموت، وعلشان اقوم من تاني استعدت كل الذكريات لحد ما بقتش قادر اسيطر على عواطفي، ولحد ما ضربات قلبي اتخطت ال 200 نبضة في الدقيقة، لحد ما كنت حاسس ان جسمي بيولع ودرجة حرارتي 39، وكان ده الوقت اللي هيحدد اني يموت يعيش. واماني بتقطع في الكلام وبتقول له وانت عرفت منين بقى ان درجة حرارتك 39؟ فقال لها كنت بتعالج وعرف انه عندي حمى وساعتها كنت بقرا درجة الحرارة اللي على المقياس. فبتقول له تمام كمل. وهشيرة الرياح بيستغرب وبيقول له هي دي العلامات بكل بساطة؟ فبيرد عليها هشيرة الضباب وبيقول له ده اللي عقلك بسيط فمش قادر تستوعب الموضوع، اما الموضوع اكبر من كده بكتير. وبيبتدوا انهم يشكروا اماني وبيقولوا لها الف سلامة على مولانا وبتبتدي تمشي. وهشيرة الرياح بيبقى هيمسك في خناقه والزعيم بيوقفهم. اما تانجيريو قاعد في المستشفى ما بيعملش حاجة غير انه قاعد بياكل. وبيوصل زونستا للبيت وكل بنات البيت بترحب برجوعه، ولما بيشوف حبيبته بتفتكر انه اونسكي وبتجنن من كلامها وبيبقى عايز يعرف مين اونسكي عشان يقتله. وبيوصل الحداد لتانجيريو وبيديله السيف بتاعه اللي بيعتز بيه جدا، ولما تانجيريو يمسك السيف بيقول له ايه ده؟ السيف ده بقى اسود اكتر من العادي ومنحوت عليه كلمة تدمير الوحوش يعني. وبيقول له دي كلمة مكتوبة على كل السيوف مع الهشيرة، دي معناها تدمير كل الشياطين او مدمر الشياطين. وبيفتكر تانجيريو ان اخر مرة حارب بالسيف ده ما كانش مكتوب عليه اصلا الكلمة دي، والسياف بيتخنق منه وبيوضح له ان السيف ده اخده وما كانش خلص شغل فيه ولا طلع الصدى اللي فيه ولا حتى بانت الكلمة اللي كانت عليه. وتعصب السياف وعمل دوشة وبعدين مشي. وفجأة بيلاقوا اونسكي بيدخل من الشباك وبيعمل ازعاج، حتى المريض اللي جنبهم ما كانش عارف ينام. والهشيرة بيعملوا تدريب للفرق علشان يقدروا يواجهوا الشياطين بشكل مكثف، وان عددهم ده مش كفاية وكانوا خايفين ان الشياطين تهجم عليهم في وقت التدريب. وبيروح زونستا يتكلم مع تانجيريو على التدريب اللي هيحصل، وتانجيريو بيبقى مبسوط قوي بالتدريب ويقول له ان انت هتكتسب خبرة عن العادي. وبينفجر زينيسيو في وش تانجيريو وبيبتدي يسيبه يمشي. اما تانجيريو يوقفه ويقول له استنى، عارف لما انا كنت بحارب القمر الرابع ما كنتش قادر اتحرك، رجليا الاتنين دول وقفوا وابتديت استخدم حيلة تنفس الرعد اللي انت علمتهاني قبل كده، وابتديت بسببها ان انا اقدر اقطع راس الشيطان، وطبعا ما كانش بنفس سرعتك. وبيبتدي تانجيريو يشكر زينيسيو، اما زينيسيو بيرد عليه وتانجيريو بيقول له علشان كده تدريب الهاشرة هيخليك تعلى بمستواك اكتر عشان تقدر تحسن من لياقتك البدنية. وزينيسيو بيقول له عشان كده بتوقفني وتقول لي الكلام ده وفاكر ان كلامك ده هيحسن مزاجي؟ شكلك احمق، سبحان الله كلكم مش عارفين تعيشوا من غيري. وبيبداوا الهاشرة للتدريب للطلاب، واولهم هي الجري او اللياقة البدنية، واول ما بيبقوا هيموتوا من التعب، واول ما بيجي وقت الغدا ما بيقدروش يمسكوا نفسهم، وفي منهم اللي ما بيحصلش الاكل من كتر التعب. وبعد الجري هيتدربوا على الحركة السريعة على ايد طوكيو، هو اي نعم شكله يقول ان بارد حبتين ولكنه صعب جدا. واما تدريب المرونة هيبقى على يد هشيرة الحب، وبعد هشيرة الحب هشيرة الافاعي، وبعدها سنغارو اللي هيعلمهم التقطيع اللانهائي، واخر تدريب هيكون لتضخيم العضلات على ايد السيد هيميمجا. فكده كده هيتخلوا عن انسانيتهم لانهم هيقابلوا عدد مهول من سياف الفليل. وبيوصل غراب يناكف في تانجيريو وبيقول له امسك الرسالة اللي في رجلي، وبيكون شايل له رسالة فعلا من مولانا. وبيستغرب تانجيريو ان مولانا قصده هو بالخصوص وبعت له رسالة. واماني كل يوم كعادتها بتوصل الكلام لمولانا اللي بتقعد تعالجه وبتشكره على كل حاجة. وبيبتدي مولانا يقول لها ان انا بخلص كل حاجة وبيودعها في كلامه. وبيروح طائر الغراب لتايوما سان من الشباك وبتفتكر كلام مولانا، وبيقول لها انت عارفة انك كده في خطر عشان انت سايبة ازاز الشباك مفتوح. وبيقول لها انا واحد من اتباع مولانا وانها قد ايه ممتازة في الاختفاء. وبتسأله انت عرفت مكاني منين؟ ودي محدش كان يعرف مكانها لانها كانت شيطانة. وبيقول لها عرفت من البايع اللي كان قبلك اللي باعلك البيت وانا مش جاي اذيكي. وبتسأله يعني عايز ايه مني لما انت مش جاي تأذيني؟ فبيقول لها انا عارف ان مهما كان ومهما حصل مش هتثق فيا تاني زي تانجيريو. وبتسأله انت عايزني اعمل
ايه، او بمعنى اصح مولانا اوباتشي عايزني اعمل ايه. وبتسمع صوت خطوات فوق البيت وبيقول لها هو فعلا فوق السطح، يلا بينا علشان ننجز كلامنا، واحده زيك ملمه بالادويه وبنيه الشياطين محتاجين منك انك تساعدينا نهاجمهم، وانا هستناكي هناك. وبتقول له ازاي تساعد شيطان زيي في انه يروح مقر صيادين الشياطين. وبيقول لها منظر القمر النهارده حلو جدا، مبسوط اني شفتك، انا من طرف السيد اوباتشي، انا عارف ان صعب عندك ان انت تصدقيني او اكون حتى محل ثقه زي ما عمل تانجيريو. وبتفكر وتقول هو عايز يعمل ايه يا ترى، شكله بيحاول يخدعني بطريقه ما. وبتساله فين يوشيرو، فبيقول لها ما تقلقيش على يوشيرو. وبيقول لها اسمعي كده صوت خطواته وبيجري ناحيتنا، وبينادي عليها تاميو وبيقع من السلم. اما الغراب بيقول لها خلينا ندخل في الموضوع بقى، في واحده زيك بالظبط في فليق صيادين الشياطين وعارفه كل حاجه عن الادويه وبنيه الشياطين، وعايزين منك انك تتعاوني معانا حبتين وتشتغلي معانا علشان نقضي على كيبوتسوجي. هل موافقه على كل كلامنا ده وموافقه تزورينا في قصر اوباتشي؟ وبتقول له انت بتدعي شيطانه زيي قصر صيادين الشياطين؟ طب ازاي؟ قال لها احنا منتظرين ان شاء الله رد ايجابي منك. وبيطير الغراب وبتقفل الشباك وبيجي يوشيرو يقول لها احنا لازم نسيب المكان ده ونمشي على طول. فبتقول له انت فاهم غلط. وبتقول له بعد تغلب زيكو سان على الشمس في حاجه ابتدت تتحرك وده كان زمان جدا. فبتقول له اللي حصل في اليوم ده وصل لنا اخيرا وعمل موجه كبيره قوي، مفيش حاجه هتحصل لو سيبنا المكان ده ومشينا. المره دي مختلفه جدا عن كل مره، انا لازم اتخلص من الابحاث اللي عملتها وانت لازم تساعدني على ده، وده هيكون مخبأنا الاخير. يلا بينا نروح قصر صيادين الشياطين، يلا بينا على قصر اوباتشي. وبيقرا تانجيريو رساله السيد كافيا. اما تانجيريو بيقابل اوسان وبتقول له انت بتعمل ايه في الوقت البدري ده؟ بتقول له معقوله هتروح تدريب الهاشيره بدري؟ فبيقول لها لا، في شخص المفروض ان انا اقابله قبل ما اروح التدريب. فبيقول لها ينفع بس اسالك سؤال؟ فبتقول له اتفضل. فبيقول لها لو في شخص وحيد وانا عايز اقول له انه مش لوحده اعمل ده ازاي؟ فبتقول له انا ما عنديش اجابه معينه لسؤالك يا تانجيريو، بس انت عايز تشجعه صح؟ انا لو مكانه مش هحب ان انت تتدخل اصلا، ويلا عشان تلحق التدريب. وبعدين انت مش قلت انك هتقابل شخص ما؟ قال لها ايوه صح. قالت له استنى هروح اجيب لك حاجه. وبتروح تجيب له شنطه وبتقول له دي فيها كفته ورز، وعملت حسابك انت والشخص اللي رايح تقابله، ولازم تاكل كويس عشان العقل السليم في الجسم السليم. وبيقول لها شكرا وبيبتدي يسيبها ويمشي. وبيروح تانجيريو يخبط على غيوسان هشيرة الماء وبيعمل ازعاج، وتانجيريو بيقول له انا عارف انك جوه افتح. يلا طيب انت مش بترد؟ طب انا هدخل. وبيكون غيوسان قاعد وسامعه مش راضي يفتح، وبيقول اكيد هيزهق ويروح، ولكن بيتفاجئ ان دخله فعلا. وبيقول لهم كلهم بيتدربوا دلوقتي وانا المفروض ارجع لهم بعد 7 ايام، انت اللي المفروض تدربني. وغيوسان بيقول لتانجيريو لا انا مش هدربك، ولكن تانجيريو بيقول له انا شامم ريحه غضب، هل انت زعلان مني؟ وغيوسان بيقول له ايوه انا متضايق منك علشان انت ما نجحتش في تنفس الماء، كان المفروض تكون انت هشير الماء. وتانجيريو بيرد عليه ويقول له انا اسف، بس اوراكو قال لي ان تغيير اسلوب التنفس او عمل اسلوب جديد دي حاجه مش صعبه. وغيوسان بيقول له انا ما قصدتش كده. وبيقول له على فكره دلوقتي اصلا مفيش هشير الماء ولازم حد يكون هشير الماء في اسرع وقت. وابتدى تانجيريو يتصدم وبيقول له ازاي، امال انت بتعمل ايه هنا؟ فبيقول له لا انا مش هشير الماء. وبيقول له امشي. وبيفتكر تانجيريو رساله الرئيس كافيا اللي بعتها له انه لازم يصر على غيوسان لغايه ما يعرف حكايته. وبيروح وبيرخم عليه ومش بيسيبه في حاله، وكل يوم يروح له صبح وليل يزن عليه يلا احكيلي اللي حصل. وفضل وراه لحد ما زهقه في عيشته. وبيزهق غيوسان فعلا وبيقول ده شكله عيل غتت وهيبتدي يصدعني، انا هقول له الحقيقه علشان يبطل زن. وبيقول له انا ما نجحتش فعلا في اختبار الانتقايه اصلا، ووقت الامتحان كان فيه هناك شاب فقد عيلته كلها على ايد الشياطين زيي اسمه سابتو، ودخلت معاه الاختبار وكان عندنا احنا الاتنين 13 سنه وكنا احنا الاتنين لوحدنا علشان كده بقينا صحاب. ووقت الاختبار سابتو قتل كل الشياطين، ومع اول شيطان هجم عليا عورني في عيني، ولكن سابتو هجم على الشيطان وتنفس الماء وتحول للهيئه الرابعه وقتل الشيطان ده وانقذني فعلا. لكن في شاب طلب الانقاذ فسابتو سابني مع واحد تاني وراح عشان ينقذه، لان الشاب ده كان عمال يصرخ ان حد يجي ينقذه. وانا فقت بعد 7 ايام ولقيت نفسي نجحت في الاختبار، وانا حتى ما قتلت الشيطان واحد. انا اصلا ما ينفعش اكون هشيره الماء وما ينفعش اصلا اقف جنب اعضاء الهاشيره، انت المفروض تطلب من هاشيره تاني علشان يدربك، وده لمصلحتك يا تانجيريو، المفروض انا اللي كنت مت بدل سابتو. ولما غيوسان خلص من وصف سابتو ابتدى تانجيريو يقول لنفسه ان ده نفس الشخص اللي دربني علشان اهزم الشيطان. اما تانجيريو بيقول له انا حاسس فعلا بألامك علشان ده حد عزيز عليك وانه مات قبلك، ودي حاجه غريبه جدا علشان يكون في شخص ميت ينقذ حياتك. وبيكون مبهور جدا من اللي عمله سابتو، اللي لو كان عايش دلوقتي كان هيكون في نفس عمره وهيكون امهر السيافين. وبيقول ده سبب كافي فعلا علشان
غيوسان يكون بيتمنى الموت مكانه، علشان ده نفس اللي حصل معايا علشان هشيرة اللهب اللي ضحى بحياته مقابل انه ينقذنا كلنا. كان الطف واحسن حد فينا، كان عايش حياة عظيمة جدا. حقيقة اتمنى اموت انا بدل من ريغوسان، وهو لو كان عايش كان يقدر يهزم موزان. بس لما تنجيريو افتكر كلمات انوسكي بعد موت رينيغو اللي بيقول لهم انا واثق فيكم ولازم تنجحوا، اما تنجيريو بينادي على غيوسان وبيقول له انت مش عايز تعيش الحياة اللي اداها لك سابتو، وبيتجمد غيوسان في مكانه وبيفتكر ان سابتو ضربه بالقلم لما قال له ان نفسي هموت، وقال له لو قلت كده تاني كل حاجة بينا هتنتهي ومش هنكون اصحاب اصلا. وبيقول له اختك اللي كانت المفروض تتجوز وخبتك من الشيطان وحمتك وانت مش مهتم بموتها، وهي اصلا ضحت بنفسها علشانك واديت لك حياة جديدة، علشان كده لازم تعيش. وبيقول له انا فاكر القلم ده كأنه امبارح، ازاي نسيت حاجة زي كده؟ وبيقول له علشان كده كنت بعيط كل يوم، علشان ما كنتش عايز افتكر موت سابتو ولا موت اختي حتى. وبيكون تنجيريو مستغرب انه واقف مش بيتحرك من مكانه، وبيقول له ايه رأيك نعمل مسابقة اكل؟ لو خسرت قدامي لازم تفرح وتوافق انك تدربني. وبيعملوا المسابقة العبيطة دي فعلا، وبيقرر انه يتابع تدريبات الهشيرة. وبتظهر هشيرة الحشرات وهي قلقانة، وبتدخل عليها واحدة اسمها كانو وبتقول لها ينفع اتدرب معاكي بعد ما تخلصي تدريب هشيرة الصخر؟ فبتقول لها انا مش هشارك في التدريبات المرة دي. وهشيرة الحشرات بتقول لها يا كانو تعالي هنا، وبتقول لها ده الوقت المناسب علشان اقولك على الشيطان اللي قتل اختي كاناي وطريقة قتل الشيطان ده ازاي. وبيحضر تنجيريو وبيروح لاوزي وبيقول له بقالي فترة كبيرة ما تقابلناش، انا مبسوط قوي اني شفتك. واوزي بيكون فرحان قوي ان هو شاف تنجيريو، وبيقول له بص انا بقيت تبع ولاية ايه، وسمعت عنك يا تنجيريو انك غلبت رتب عليا وجسمك لسه كويس. وتنجيريو بيقول له الحمد لله بقيت بخير من كل ده. واوزي بيقول له يلا يا تنجيريو استعد، يلا ادخل مع كل الطلاب دي دلوقتي مهمة الجري. وفعلا بيغير تنجيريو وبينزل يسابق مع الطلاب، وبيكون اسرع من كل المتدربين في كل التدريبات، صحته صحة اسد. والستات اللي بيطبخوا بيتفاجئوا بتنجيريو وبيروحوا يرحبوا بيه وبيتكلموا معاه، ولكن تنجيريو بيكلمهم بطريقة رسمية وبيقول له انت بتتكلم معانا رسمي كده ليه؟ واوزي بيقول للطلاب اللي مش هياكل اكله هزود عليه تمرين النهارده اكتر. واما تنجيريو بياخد الاكل منهم ويبتدي ياكل، وبيتكلم تلميذ مع صاحبه وبيقول له انت عندك دورية ليلة النهارده؟ فبيقول له اه، فبيقول له ينفع نبدل؟ قال له لا صدقني شكلك مش بتخلص اكلك فعشان كده عايزنا نبدل، وشكلك هتاخد تدريب زيادة. وفي اليوم ده كان في 2 حراس، ماش وسينجو. وماش بيكلم سينجو وبيقول له ان الشياطين ما بقتش تسهر الفترة دي، مع ذلك ان الليالي بقت مخيفة برضه. وسينجو بيقول له انا سمعت ان الشياطين بتدور على البنت اللي اسمها نيزوكو. وماش بيقول له لا يا جدع الشياطين ما بتاخدش حد بعينه. اما سينجو بيقول له يا رب يفضلوا مختفيين على طول كده. وبيقول له انا عارف ان دي حاجة مش سهلة لان الشياطين بقالهم يجي 100 سنة شغالين ذبح فينا. وبيبص حواليه ما بيلاقيش صاحبه وبيبتدي يترعب، وبيطلع له صاحبه بيقول له بخ، وبيقول له ما تخافش الشياطين ما بيجوش الشوارع الضيقة اللي زي دي. فصاحبه بيقول له انت وقعت قلبي في رجلي يا اخي، بالله عليك عدي اليوم على خير، خلينا نخلص من الدورية دي وما تعملش كده تاني معايا. وبيمشوا ولكن بتكون في عين باصة وماشية وراهم واحدة واحدة. وتاني يوم بيستعدوا للتدريب وكل زميل بيشيل التاني وبيجري بيه، اما تنجيريو بيكون شايل اضخم واحد فيهم وبيجري صاروخ. وفي واحد فيهم بيقع من كتر التعب وبيسأل تنجيريو هل محاربة الشياطين الرتب العليا محتاجة كل التعب والمجهود ده يا تنجيريو؟ وبيتلموا التلاميذ حوالين تنجيريو وبيسألوه عن قوة الشياطين، وبيقول لهم انها قوة عالية جدا ومش اي حد يقدر عليها. وابتدى ياكل ويحكي لهم، ولما بيخلصوا البريك بيتجمعوا مع اوزي وبيقول لهم بصوا يا رجالة اخر تدريب النهاردة سهل وبسيط، شايفين الجبل اللي هناك ده اللي اخر الدنيا؟ عايزكم تروحوا وتلفوا حواليه وبعد كده ترجعوا تستعدوا للعشاء. والستات اللي بيحضروا اكل بيكلموا تنجيريو وانه بيقولوا له ان شكلك قاسي من بره ولكنك شكلك لطيف من جوه. وبيبتدوا يهزروا مع تنجيريو، وبيحضر اوزي ويقول لهم سيبوا الراجل يشوف شغله. وبيفكر تنجيريو هل هو فعلا طيب، وبيفتكر سباقه مع غيوسان اللي كان على الاكل وان ما كانش قادر ياكل كل الكميه دي، وكان كل ما يخلص اكل تنجيريو غيوسان بيطلب تاني، ومع انه كان عايز يكسبه باي طريقه عشان يحقق كلام السيد قافية. وغيوسان ساعتها بيقول له لو فزت مش هشترك في تدريب الهشيرة، اما انت لو كسبت هبتدي ان انا اشترك وهكون مضطر لده، واخرنا الطبق ده لو خلصناه هتبقى كسبت يا تنجيريو. وبيغصب تنجيريو على نفسه وبياكل الاكل كله. وهشيرة الرياح بيتصل بهشيرة الافاعي ويقول له انا عايزك في موضوع مهم، وبيحضر هشيرة الافاعي وهشيرة الرياح بيساله ويقول له هتعمل ايه في تدريب النهارده؟ فبيقول له لا ده مش هيجي حاجه قدام الحرب ضد الشياطين فعلا، وكل ده تنفيذ لكلام اوباتشي. وهشيرة الافاعي بيقول لهشيرة الرياح انت كلمتني علشان اجي هنا عشان الكلمتين دول؟ فبيقول له لا في
اسئله محشوره في دماغي من ساعه اول مره اعتقدنا فيها ان الشياطين حصرتنا وكنا هناك في ملعبهم، واللي فجاه كلهم اختفوا ومحدش شاف فيهم ولا واحد. وهشيرة الافاعي بيرد عليه بيقول له فعلا اختفوا وبدون اثر، ومن ساعتها انا دماغي هتنفجر. وهشيرة الرياح بيفكر مع هشيرة الافاعي وبيقول له هل في مخبأ للشياطين اصلا، وايه اللي ورا المخبأ ده؟ وهشيرة الرياح بيقول له ايه شكله في حاجه كبيره هتحصل. وهشيرة الافاعي بيقول له ايا كان ايه اللي هيحصل هنخلص عليهم برضو، واللي هتبقى مصيبه فعلا اللي هو حديث الفليك. انا اللي مصبرني تدريب التلاميذ ويا رب يجي في فايده، اصلا انا حاسس ان هو ده هدوء ما قبل العاصفه. وبينتهي كلام هشيرة الرياح مع هشيرة الافاعي بانهم هيلعبوا ضد بعض لعبه بسيطه. اما تنجيريو بعد ما بيخلص التدريب بتاعه بيشيل الجران بتاعه الستات اللي بتعمل اكل وبيدخلهم وبيساعدهم، وبيقولوا له خد ده شاي اخضر يحسن مزاجك كده ويخليك زي الفل. وتنجيريو بيشكرهم وبيبتدي يشرب وبيقول لهم فعلا ده حلو، وبيقولوا له شكرا ان انت انقذت حياتنا وانقذت حياه المدينه كلها، من غيرك ما كناش هنشوف الشمس مره تانية. وبتبتدي واحده منهم تعيط اللي هي هنتارو وبتقول له انا حاسه ان السير تنغين عايز يقاتل لسه وشكله بيجي لها في المنام. وبتسال تنجيريو بتقول له انت لازم تتاكد من هزيمه موزان، فبيقول لهم انا هعمل كده فعلا. وتاني يوم الصبح بتتجمع التلاميذ واوزي بيقول لهم انا عامل لكم مفاجاه النهارده، هنلغي موضوع الجبل والدنيا والمشي ده كله وهنعمل بداله فقره زي الفل اللي هي التدريب على القتال، هيكون احسن من المشي. وبيقول لهم احنا هنقاتل في الضلمه لان في العادي الشياطين بتطلع بالليل وانتوا لازم تتدربوا على ده هيكون بالليل، واعتبروني شيطان هاكلكم وابتدوا حاربوني، وانا هظهر لكل شخص فيكم وقت ما بيكون هو بيحرس اخواته. وبيطلع اوزي للتلاميذ وبيكون خايفين جدا وكلهم طبعا مش شايفين في الضلمه، وحتى تنجيريو مش شايف وقال لازم استخدم حيله تانية وهي ريحه اوزي، لازم اكون شامم ريحته وعارف تتبع خطواته. وبيكون تنجيريو مراقب عصايه اوزي، واول ما اوزي بيقرب لتنجيريو بيكون الفجر شقشق وبيستعد تنجيريو عشان يحاربه. وتنجيريو بيقول لاصحابه واحد هنا وواحد هنا وبيقسمهم وبيقول لهم ما تعملوش فتحات ما بيننا، بيعمل خطه للهجوم وبيهجم عليه اوزي، ولكن اصحابه بطأ قوي وبيبتدي يحاربهم وبيعاركهم، ولكن اوزي بيغلبهم كلهم وبيكونوا كلهم حوالين تنجيريو. وتنجيريو بيبتدي يقاتل اوزي وبيقاتله بقوه جدا، حتى اوزي وبيقاتل بقوه جامده جدا، والتلاميذ كلهم بيستغربوا على لعب تنجيريو، حتى اوزي نفسه بيتعجب من قوه تنجيريو، وبيلاقي باقي التلاميذ بتشجعه وبتعمل دايره على اوزي وبيهجموا عليه. واوزي بيجمعهم بعد التدريب وبيقول لهم انتوا اي نعم محدش فيكم غلبني قوي ولكن انتوا محتاجين تدريب بس لا بأس بكم. واحد بيرد منهم على اوزي وبيقول له انا خايف ومش قادر اعمل زي الهشيرة ومش قادر حتى اضربك، وكلهم بيتشجعوا بيقولوا له احنا هنبقى اقوى وهنحارب. وبيستغرب منهم اوزي جدا وتنجيري بيكون مبسوط بحماسهم. وتاني يوم بيقوموا زي الالف واوزي بيكون فخور بيهم وجنبه تنجيريو، وبيحضر الغراب واوزي والبنات بيودعوا تنجيريو، والغراب بيوصل تنجيريو للبيت اللي عايز يوصله. وبيدخل تنجيريو وبيلاقي توكيتو بتدرب مجموعة تلاميذ وتنجيريو كان رايح لها علشان تدربه. وبيوصل تانجيرو والغراب مكان القتال وبيلاقوا توكيتو بيعلم التلاميذ وبيقول لهم انا بهزمكم بدل المرة 3 مرات وبلعبكم ده هتموتوا اكتر من مرة، ولو جالكم هجوم من المستحسن انكم تهربوا وخليكم متابعين حركاتي كويس قوي. والتلاميذ كلهم محدش فيهم مجدي نفعا خالص. واول ما توكيتو بيشوف تنجيريو بينبسط جدا وبيقول له كنت في انتظارك تعالى ادخل. والغراب بيوبخ التلاميذ وبيقول لهم انتوا مالكمش اي فايده، خلي الشيطان ياكلكم اسهل، وما بيكونوش عارفين يعملوا اي حاجه. وده بيكون غراب توكيتو. وتنجيرو بيقول لتوكيتو من النهارده هتدرب تحت ايدك، وتوكيتو بيقول له انا مبسوط بوجودك قوي. والغراب مش سايب التلاميذ في حالهم وهم بيملوا الميه، وتوكيتو بيبتدي ياخد تنجيرو ويروح لكاناموزي اللي بيكون لابس قناع لانه حداد وبيتعرف عليه وبيكون عارفه اصلا، وبيقول كويس ان تنجيرو بقى كويس وزي الفل. وانا موزي بيسال تنجيرو ايه اللي جابك هنا دلوقتي، وتوكيتو بيقول له انا اللي جبته هنا، وبيدي تنجيرو سيف وبيقول له استعملته قبل كده ولا ايه الدنيا. وبيمسك تنجيرو السيف وبيرجع لورا شويه وتوكيتو بيختبر السيف وبيرمي طياره ورق وبيشوف لما تعدي على السيف ايه اللي هيحصل لها، هتتقسم نصين ولا ايه الدنيا. وتنجيرو بيتفاجئ من حده السيف جدا وبيقول له عشان كده خليت كاناموزي هنا. وكاناموزي بيكون سياف تابع لتوكيتو، وكل ده علشان سيوفه تكون جاهزه لاي معركه في اي وقت. والكلام ده بيكون واخد توكيتو بيه تصريح من المعلم، حتى المعلم هو اللي اداه الاوضه دي كلها علشان يحتفظ بسيوفه باحسن شكل، والمعلم اللي بيهتم بكل واحد فينا والمفروض يهتم بصحته اكتر. وكل ده بيحصل علشان
مصلحتنا في الأولوية، عشان كده هنفضل ممتنين ليه طول عمرنا. وبيرجع توكيتو لتمرين مع التلاميذ. اما توكيتو بيقول للتلاميذ اوعى يكون قتالك بدافع العاطفة علشان ساعتها هتخسر، وتانجيرو بيكون واقف بيتفرج عليه. وبيكمل كلامه توكيتو بيقول لان وقتها ما بيكونش قدامك اي فرصة للهجوم ولا للهروب حتى من الشياطين. وبيقول لهم كمان لو انتصرت 9 مرات وجيت اتهزمت مرة فده معناها انك مت في الهزيمة دي. لازم تبقى عارف كل معركة رايحة فين وجاية منين، وتحسن مهارتك بشكل احسن علشان تكون اقوى وتنجو من الشياطين دول. وبينتهي توكيتو من التمرين والتلاميذ بيروحوا على صاحبهم بينضموا ليه وبيبتدوا يطمنوا عليه. وبيطلب واحد من التلاميذ من تانجيرو بيقول له انا عايزك تطلب طلب من الهشيرة انهم يخفوا علينا شوية من التدريب ده، احنا مش قادرين. وصاحبه بيرد عليه وبيقول له احنا لو بقينا كده طول الوقت هنموت قبل ما تيجي الشياطين اصلا. وتانجيرو بيقول لهم الموضوع بيبقى صعب جدا، ده تخيلوا صعب عليكم، لا ده صعب على توكيتو اكتر منكم لان هو اللي عمال يدربنا بدون ملل حتى. وتانجيرو بيروح مع التلاميذ علشان يغسلوا وشهم، والتلاميذ بيقولوا لتانجيرو حتى يقلل معاملته بالنبرة الصوت العالية دي قوي اللي بنبتدي نخاف منها جدا. وصاحبه بيقول لهم يمكن نبرته دي اللي هتخوف الشياطين منه وتسحقهم. وتانجيرو بيقول لهم كبرتوا الموضوع قوي يا رجاله، ده حتى نبرته وصوته العالي دي قلت كتير جدا عن زمان. وبيسأل تانجيرو توكيتو رايح فين، فالتلاميذ بيقولوا له ان الهشرة بيخلصوا بالليل وبيروحوا يتقابلوا بعد ما الدنيا تضلم، يمكن رايحين يتعشوا ولا حاجه. وبتخلى المدينه وما بيكونش فيها حد والانوار كلها بتطفي وبتطلع ملايين من العيون المسلسله. وتوكيتو بيجري بسرعه وبيكون رايح للهشيره اصحابه، وبيكون فيها هشرة الرياح اللي بيعمل تنفس الرياح وبيستدعي عاصفه الغبار المتصاعده، وغيره هشير الثعبان اللي بيتنفس الثعابين في الشكل الخامس للثعبان المنزلق على الهيئه الرابعه. وبيبتدي انهم يتعاركوا قال ان هم بيتدربوا، وبيلاقوا توكيتو داخل عليهم وبيقول لهم انا عايز انضم ليكم يا رجاله. وهشير الرياح بيقول له انت كل يوم تقطع المسافه دي لحد هنا، اوعى تكون ده مأثر على تدريبك بتاع الصبح. وتوكيتو بيقول لهم انا بعمل اللي ممكن يكون كافي لاعضاء التدريب ولكن مش كافي بالنسبه ليا كمان. وبتحصل العركه بين هشير الرياح والثعبان والضباب، وبيكون الاتنين ضد توكيتو، والغراب بيشجع توكيتو طبعا. وهشير الرياح بيقول التدريب النهارده شكله صعب ولا ايه، محتاجين تركيز شويه علشان ما نأذيش حد. وهشير الافاعي بيقول لهم ده جمدان يا رجاله، ده بس عشان نستعد للحرب الحقيقيه فعلا اللي هي هتكون ضد الشياطين. وهشير الافاعي بيقول لتوكيتو ايه اخبار تدريب النهارده، وبيقول لهم النهارده وصل لتانجيرو. وهشير الرياح بيقول له هو لسه بيعاند الموت ومش عايز يستسلم، الولد ده شكله صعب جدا وشكل اصابته اتشافت طبعا. فتوكيتو بيقول لهم فعلا ده اتشافى بالكامل اصلا، لحد ما بيوصل اغروسان هشير الافاعي بيقول لهم لازم اكون حذر مع الولد ده جدا. وهشير الرياح بيأكد كلام هشير الافاعي وبيقول له بس ده ما يمنعش انه بقى ند للهشرة. وتوكيتو بيحضر تاني يوم للتدريب مع التلاميذ وبيقول لتلاميذه انا مش مستعجل عليكم، ايه رأيكم نستعمل سيوف حقيقية بدل الخشب دي؟ وبيروح يجيب فعلا السيوف الحقيقية. وبيقف توكيتو قدام تلميذ وبيقول له مش قادر، وبيكون بيتنفض من الرعب والخوف بيمتلك الولد لحد ما بيقع مكانه. وتوكيتو بيقول له ما دام ما لعبتش بتهور يبقى انت كده بتتقدم. والتلميذ بيقول لتوكيتو ما فيش مقارنه اصلا، انا كده كده هموت، مش ده اللي انا عارفه، بس انا عارف كمان ان انت كل يوم اول ما الدنيا تضلم بتروح مكان بعيد، وان لبسك كل ده بيخبي جسدك اللي مليان بالكدمات والجروح، احنا لازم نشد اكتر عشان نكون افضل. وبيقول لهم توكيتو انا عارف انكم بتتطوروا ولكن ده مش هيخليكم تقاتلوا بجد، انا بس مش عايزكم تتقتلوا على ايد الشيطان، انا عايزكم تعيشوا حياه طويله على قد ما تقدروا. وتانجيريو بيكون ساكت وبيقعد يتفرج، وتانجيريو بيقول له يلا نلعب. وبيلعب مع توكيتو، وتوكيتو بيقول لتانجيريو لازم ترخي عضلاتك حبتين ويكون شدها اكتر سلاسه من كده. وبيقول له ايوه كده بس كده كويس، انت شاطر تتحمل اكتر. وتانجيريو بيكون شاطر جدا. وتوكيتو بيقول له انت يا تانجيريو بتخلي رجلك واسفل ظهرك الاتنين على نفس الميزان، ودي شطاره كبيره جدا، وانت كمان مش محتاجني تاني، ودلوقتي اقدر اقولك تروح للهشيره اللي بعدي. وده كله بعد 5 ايام من تدريبه مع توكيتو. وتانجيريو بيقول له ايه ده بجد انا ما كملتش اصلا. وتوكيتو بيقول له انت عملت كل اللي قلت لك عليه. والتلاميذ بيقولوا لتوكيتو ينفع احنا كمان نمشي معاه، احنا بقالنا اسبوعين هنا. وتوكيتو بيقول لهم لا انتوا مش رايحين مكان، انتوا هتفضلوا هنا، ولو خلصتوا تدريب العصايه هتروح للدميه تتدربوا عليها لحد ما تتكسر. وتانجيريو بيقول لتوكيتو ايه رايك نسابق برمي الطيارات الورق. وتوكيتو بيقول له ايه ده ليه هنعمل كده. وتانجيريو بيقول له علشان سمعت ان انت بتحب الطيارات الورق، انت خايف مني ولا ايه. وده كلام كان غشه تانجيريو من الحداد اللي كان بيقعد مع توكيتو طول الوقت. وتانجيريو بيقول له لو
فزت هنتكلم مع اعضاء الفليك بلطف اكتر من كده، ايه رايك؟ وتوكيتو مش بيمانع، وتنجيرو بيقول له لو انا خليت طياره من طياراتي تطول اطول مده ممكنه ولو مره واحده بين 10 مرات هكسب، وانا واثق من ده. وتوكيتو بيوافق وبيقول له لا انت مش هتكسب، انا اللي هكسب. والحداد بيقول لهم انا اللي هعد لحد 3 وترموا الطيارات مع بعض، وبيعد 1 2 3 وبيرموا الطيارات الورق، وبيكسب توكيتو في المره الاولى والثانيه والثالثه لحد ما بيوصل لاخر مره وبيخسر تنجيريو قدام توكيتو. وتوكيتو بيقول له انا مش قلت لك ان انت هتخسر قدامي؟ وبيطلع تلميذ والتاني والخامس بيقولوا له احنا شاطرين كمان في رمي الطيارات، ايه رايك تسابق معانا يا توكيتو؟ وبيستعدوا فعلا بكل حماس تنجيريو وتوكيتو والتلاميذ كلهم انهم يتشاركوا في رميه الطياره، وبيكونوا مبسوطين جدا ومتحمسين لوصول الطيارات بتاعتهم. وتنجيريو بيقعد مع توكيتو وبيقول له انا حاسس ان سعي موزان ورا نوزيكو موضوع مفيش منه الهروب لانها هزمت الشمس، احنا بقالنا كتير قوي ما شفناش شياطين. وتوكيتو بيقول له عشان كده عاملين تدريب الهاشره ده. وتنجيريو بيقول له انا قلقان اني موجود هنا بعيد عن نوزيكو. وتنجيريو بيقول لتوكيتو انا حاسس ان سعي موزان ورا نوزوكو موضوع مفيش منه الهروب لانها هزمت الشمس، احنا بقالنا كتير قوي ما شفناش شياطين. وتوكيتو بيقول له عشان كده احنا عاملين تدريب الهاشره ده. وتنجيريو بيقول له انا قلقان جدا اني موجود هنا بعيد عن نوزوكو، ولكن انا واثق ان في حد معاها ومطمن عليها بسببه، ولكن الموضوع خطير جدا ولو كنت اخدتها معايا في المهمات برضو كاني بسلمها ليه. فتوكيتو بيقول له الشياطين مش كل همهم بس نوزوكو ولكن عشان يستعدوا بكل قوتهم. وتنجيريو بيقول لتوكيتو انا هبقى اقوى وهنتصر على موزان وبعدها هروح اخد نوزوكو واخليها معايا. وهو تدريب تنجيريو على ايد هشيرة الحب، وبيرحبوا ببعض وبتاخده من ايده وتقول له تعالى انا عامله لك شاي وكمان عامله لك بانكيك موحوح يستاهل بقك. وتنجيريو شكله بيحب الاكل قوي زيها وبيروح معاها، وبتكون مشكلته مع البانكيك انه مش عارف ياكلها من اني حته، وبيقول لها تصدقي خدودي هتقع من كتر الانبهار. وبتقول له بص انت هتخلص اكلك وتغير وتلبس زينا بالظبط. وبيغير فعلا تنجيريو وبيلبس زي لبسهم وبيكونوا شبه رقصات الباليه، وبتكون مشغله موسيقى وبتعلمهم ازاي يكونوا اكثر مرونه، وبيقعدوا 2-2 علشان يتعلموا تمرين المرونه والاسترخاء. وهشيرة الحب بتقوم تنجيريو بتقول له بص عليا انا بعمل ايه وهتعمل زيي او هطبق ده معاك. وفعلا بيقوم تنجيريو وبتقول له انا هوريك، وبتعلم الطلاب ازاي يفتحوا الحوض. وتنجيريو بيترعب هو والتلاميذ كلهم، وتنجيريو بيبتدي يقعد معاها وبتقول له يلا جه عليك الدور. وبيبتدي تنجيريو في التدريب المرونه والاسترخاء بس ما بيكونش استرخاء خالص، تنجيريو بيموت وبيقول ده جحيم. وبيبتدي يخلص تدريبه مع هشيرة الحب وبيكون تدريب بسيط جدا، وبيبتدي يروح لهشيرة الثعبان. وهشيرة الثعبان بيكون في انتظار تنجيريو وبيكون متحمس له جدا، وبيقول له انا سمعت عنك كتير وانت اتدربت كتير جدا وخصوصا من معبد كانروجي وشكلك اتدربت كتير هناك. وهشيرة الحب بتكون بعت خطاب مع الغراب لهشيرة الثعبان ايغورو وبتقول له انا دربت تنجيريو على تمرين الاسترخاء والمرونه، وكمان قدمت له شاي وبانكيك وحبه قوي دغدته كانت هتقع منه. وبتبتدي هشيرة الحب تحكي له كل حاجه بالتفصيل حصلت معاها ومع تنجيريو. وتنجيريو بيحس انه مرفوض من هشيرة الثعبان وبيخاف قوي منه، وبيدخل تنجيريو لصاله التدريب على اساس انها صاله عاديه للتدريب، بيلاقي كل الجنود مربوطه في عواميد خشب، وبيقول له انا رابطهم كده عشان جسمهم يكون مستقيم لما نستخدم السيوف ما بينهم. وتنجيريو بيقول له هم عملوا جريمه ولا ايه؟ وبيقول له فعلا خطيئه عدم التذكر دي جريمه. وبيدي تنجيريو سيف خشبي وبيقول له يلا انا هعرض لك الموضوع مره واحده بس وانت هتعمل ورايا. وفعلا ايغورو بيبتدي يمرر السيف الخشبي بتاعه ما بين الجنود، وتنجيريو بيقول في سره يا نهار اسود على كل ده اللي بيحصل، وبيقول يا لهوي لو سبت واحد من الجنود، والجنود كلهم بيكونوا ميتين من الرعب لان تنجيريو برضه مش متدرب. وايغورو بيقول له لازم يكون عندك سرعه عاليه قوي، وبيجرب تنجيريو ورا ايغورو مره وبيكون بطيء جدا. وايغورو بيقول له مفيش مشكله انا عارف ان هي محتاجه ممارسه ومع الوقت هتظبط معاك. وبيحاول تنجيريو يجرب للمره الثانيه والجنود بيكونوا في حاله رعب جدا، والضربه كانت بتكون برخاوه. وبيدخل ايغورو بسيفه الخشبي ويقول له لازم تتعلم تحط السيف بتاعك في كل الاماكن الضيقه وبدقه كمان وبسرعه جدا. وايغورو بيقول له امشي بسرعه جدا واعمل حركتك مظبوطه وما تقلقش بشأن الجنود دول. وجه الوقت عشان نعمل اعاده تنظيم، وده بيكون التدريب الاكثر رعبا لتنجيريو. وبيقول تنجيريو رغم اني بتمرن بسيف خشبي ولكن لو ضربت واحد منه هصيبه بجروح خطيره. وبيحاول يتفادى ضربات السيد ايغورو رغم انها بتلف زي الثعبان الخشبي، رغم ان ايغورو معاه نفس السيف الخشبي بتاعه. وبيقول
تنجيريو في الاماكن الضيقه لو الهجوم كان بطيء السيف بتاع ايغورو هيتلوي زي الثعبان وهيوصل لي، والجنود بتتوسل جواها بتقول له ارجوك ما تخمنش وخلاص وخلي بالك مننا. وتنجيريو بيكون متوتر جدا وايده عماله ترتجف، وبيكون شايف انها تقنيه سيف خطيره ولو ما عرفش يعملها هتبقى كارثه. وبينزل الجنود وهم في حاله رعب، وتنجيريو بيحاول يتدرب على الاماكن الفاضيه من غير وجود الجنود. وبيروح تنجيريو مع الجنود ياخد حمام بارد وبيكون تلج، وبيروح تاني يوم يتدرب مع ايغورو، وكمان تالت يوم بيبتدي يركز اكتر. ولكن للاسف تنجيريو بطيء جدا وهو بياخد بقلوله في وشه، هو محتاج يركز اكتر حبتين. وبيفكر تنجيريو هو دلوقتي بيلاعب ايغورو والموضوع صعب عليه، ولكن القتال الفعلي هيكون بين الاشجار والصخور، ولو اتقبض عليه هيتقتل في وقتها، ولازم يتخيل نفسه انه في المعركه الحقيقيه ويكون اكتر دقه وتركيز. وبيهاجم ايغورو من كل حته، وبيقطع تنجيريو جزء من لبس ايغورو، وبينتهي التدريب. ولكن تنجيريو بيودعه، وتنجيريو بيحس انه مكروه للنهايه، وبياخدوا الغراب للهشيره اللي بعده، وبيكون هشيره الرياح. ولكن بيقابله في نص الطريق زينيتسو، وما بيسيبش تنجيريو في حاله، وبيقول له ده انت عامل ايه وحشتني، وبيبتدي يهزر معاه وما بيسيبوش، وبيمشي على الحيطان زي البرص. وبيوصل هشيره الرياح وبيقول لزينيتسو يا اما تسيب تنجيريو يا اما تقتلني، وبيختار طبعا ان هو يسيب تنجيريو بالعافيه. وهشيره الرياح بيشيله عن تنجيريو بالعافيه، وبيشيله تنجيريو وبيمشي بيه ورا هشيره الرياح. وتنجيريو بيقول لهشيره الرياح انا عايز ابتدي تدريب من النهارده. وهشيره الرياح بيقول له ما تتاملش قوي كده يا تنجيريو، مش لما وافق عليك في الاول. وتنجيريو بيقول له وانا كمان ما اعرفكش برضو، مش انت اللي نزوكو طعنتك؟ وبيمشي قدامه وبيسيبه. وهشيره الرياح بيشوف انها شجاعه قوي من تنجيريو انه يكلمه بالطريقه دي، وبيقول تنجيريو انا لما شفت تدريب هشيره الرياح عرفت زينيتسو عامل كده ليه. وبيقول ده ما عندوش راحه، حتى ده السيد ايغورو كان بيدينا شويه راحه عنه، ولو تنجيريو ما اخدش حذره لحظه واحده بس هيتصاب بجروح خطيره وهيرجع يتعالج تاني، والموضوع عنده ما فيهوش يا مرحميني. وكل اللي بيحصل له ده بيكون في يومه الاول، والموضوع بيكون صعب عليه حبتين ثلاثه عن الهشيره اللي فاتوا. واما تنجيريو بياخد نفسه ببقليل اللي في وشه ويروح يستريح شويه، وبيلاقي واحد بيتكلم مع هشيره الرياح وبيقول له انا عايز اتكلم معاك شويه، وبيرد عليه بيقول له انا ما عنديش وقت. واما جينيا بيقول له انا محتاج تأديبك، انا محتاج ان انت توجهني. وهشيره الرياح بيقول له انا ما عنديش اخ صغير وما بأدبش حد، وما تقلقش انا كده كده هقتلك. وتنجيريو بيخاف من كلام هشيره الرياح مع اخوه، وهشيره الرياح بيقول له ما تتكلمش معايا تاني وما تجيليش هنا تاني، انت مش عارف حتى تتنفس، فما تقعدش ان انت تسمي نفسك المبارز والشخص القوي واللي مفيش زيك اتنين. واخوه جينيا بيتضايق حبتين وبيحاول يعتذر له وبيقول له ان انا كنت بقاتل الشياطين، ده انا كنت باكلهم. وهشيره الرياح بيتغاظ جدا وبيقول له كنت بتاكل ايه؟ سمعني كده تاني. وبيختفي فجأة في لحظة واحدة وبيتحول زي الرياح بسرعة علشان يقتله، ولكن تنجيريو بيلحق اخوه وبيحاول ينقذه. وفي وسط ما زونيتسو قاعد مع اصحابه بيقعدوا يتكلموا حبتين، بيسألهم فاضل كام يوم في التدريب ويخلص، وبيلاقي تنجيريو طالع من جوه والبيبان متكسرة هو وجينيا اخو هشيره الرياح، وبيفتكر ان تنجيريو بيتخانق. وتنجيريو بيقول لهشيره الرياح انت عايز تقتل اخوك؟ وبيقول له انا مش هسيبك في حالة واحدة يا تنجيريو غير لما تنسحب من التدريب كله. وتنجيريو بيقول له انت بتجبرني علشان تقتل اخوك، وبيبتدي يتعارك هو وهشيره الرياح، ولكن هشيره الرياح بيجيب وش تنجيريو الارض وبيتعصب عليه وبيهجم عليه جدا، ولكن تنجيريو بيهاجمه. وهشيره الرياح بيقول له شكلك عايز تموت، وبيقول تنجيريو خد جينا واهرب بسرعه. وللاسف بيخلص تدريب تنجيريو في الوقت ده، وزينيتسو بياخد جينا وبيمشي بيه، ولكن جينا بيرجع لمكان التدريب تاني، وزينيتسو بياخد تنجيريو وبيتمشوا عشان يوصلوا لمكان تدريب الهشيره اللي بعده. هو بيوصل لشلال ميه وبيلاقي كذا شخص قاعدين وعمالين يسجدوا تحت الميه المتلجه دي، وبيكون وصل تنجيريو للاعب هشيره الصخر اللي بيكون قاعد في النار وشايف انها بارده عليه، وبيكون وصل لمكان التدريب الخاص بيه، وبيكون تنجيريو مرعوب جدا وبيكون متحمس قوي للي هيحصل. وبنبدا بتدريب هشيره الصخر، وبيكون الاقوى في الليج قتله الشياطين اللي بيقول لهم اهم حاجه عضلات جسمكم المركزيه وخصوصا الجزء السفلي للجسم، لو مبني صح هيبقى جسم متين جدا، فده هيخلي كل هجماتكم دقيقه جدا وعلى طول هتكونوا مستعدين للدفاع. والتدريب عباره عن الاتي: اول حاجه هتقعدوا في الميه المتلجه دي اللي التلاميذ بيصرخوا منها، وبعدها هترفعوا الجذع اللي هو 3 جذوع اللي بتكون اصلا اكبر منهم، واخر حاجه سهله وبسيطه قوي هتحركوا الحجر ده مسافه حوالي كام متر كده. وبيقول لهم بس، ودول 3 مراحل بساط جدا، وده هيكون تدريبي، وبعد ما تخلصوا ال3 مراحل هيكون التدريب بالنسبه لكم خلص.
بس انا كان عندي مرحله تخص النار، ولكن انا شلت الجزء ده من التدريب عشان التدريب يكون اسهل بالنسبه لكم واخف. وتانجيرو بيقول لو مش هقطع كلامك يعني العميق ده، بس زينيتسو فقد وعيه خلاص من كلامك. وفعلا هاشيرا الصقر جاب اجل زينيتسو، وهاشيرا الصقر بيقول لتانجيرو بسيطه جدا، روح ارميه في النار وهو هيبقى زي الفل. وفعلا تانجيرو بيعمل كده وزينيتسو بيموت من التلج، وبيقول له مش حرام عليك يا تانجيرو، يا جدع مش حرام عليك تنزل واحد في ميه متلجه في الشتاء؟ ما لفتش نظرك اني ممكن اموت مثلا؟ وزينيتسو بيبقى عايز يموت او يتقيأ، ايهما اقرب؟ وتانجيرو بيقول له انت خلاص طلعت من الميه ومن الشلال. وزينيتسو بيقول له لا، انا جسمي هيموتني، انا من جوايا حاسس اني عايز النجده، انا فعلا هموت. وفعلا هو بيكون خارج الميه، بس فات الاوان عليه. وواحد من التلاميذ بيقول له انا ما شفتكمش من بدري، لو بردانين قوي تعالوا احضنوا الجلاميد دي اللي هي بتكون عباره عن صخره كبيره، هتحسوا بدفى ما حسيتهوش قبل كده. وزينيتسو بيطير يلزق في الصخره بسرعه، وبيقول ايه السخونه والحلاوه دي، ده احسن من دفى حضن امي. وبيقعد يصرخ بامه. وتانجيرو برضو الجو بيكون صعب عليه جدا وبرد قوي، وشايف ان تدريب الصمود تحت الشلال صعب جدا. وبيسمع صوت بيقول افسح الطريق افسح الطريق. التلميذين اللي تحت الشلال بيقعدوا يتكلموا طول ما هم موجودين. وتانجيرو بيقول ايه ده منهم واحد اسمه اونسكي، وبيلاقي اللي جنبه اونسكي مشي واونسكي بيسكت. فتانجيرو بيتخض عليه وبيقول له انت سكت ليه يا جدع، وبيقعد ينده عليه ولكن ما بيسمعوش. وطبعا تانجيرو بيقلق جدا وبياخده من تحت الشلال، وبيحاول تانجيرو يفوقه وبيقول له قوم. وبيفوق اونسكي وبيقول له ايه ده، هو انت كنت بتنادي عليا يا تانجيرو، عايزني في حاجه؟ وتانجيرو بيقول له يا لهوي هو ده مصيري. وبيروح تانجيرو تحت الشلال وبيقول كل ده شلال مش معقول، وكان لازم يرتل تحت الشلال، وده علشان يركز اكتر وما يفقدش وعيه في نفس الوقت، والناس اللي حواليه تعرف انه مركز وعايش. وتانجيرو بينزل تحت الميه وبيقعد يرتل معاهم لحد ما بيموت من التلج. وبعد ما بيخلص تدريبه تحت الشلال بيروح لحضن الام اللي هي صخرة الجلاميد، وشايف ان دي ليلة كبيرة قوي ساعات. وبيقول انا ما كنتش اعرف ان مية الشلال تقيلة جدا كده، ده انا رقبتي كانت ممكن تنكسر لو رخيت جسمي لحظة واحدة. وواحد من التلاميذ اسمه مراتا بيرد عليه وبيقول له انتوا تحمدوا ربنا، انتوا اسهل مننا بكتير. انا في يوم الاول طلبوا مني اقعد لحد بالليل علشان اتقن تدريب الشلال ده، وما كنتش قادر اتحمل خالص، ولكن دلوقتي بقيت اتحمل مية الشلال وانا واقف لمدة ساعتين. وبيقعدوا ياكلوا سوا كل التلاميذ، واونسكي بيتكلم وبيقول لهم الراجل العجوز ابو سبحة ده قوي جدا. وتانجيرو بيقول له قصدك على هاشيرا الصقر، ليه بتقولوا الالقاب دي، ما ينفعش تقول عليه كده. وبيرد عليه وبيقول له انا اول مرة شفته جسمي اشعر منه ومن قوته اللي باينه عليه. وواحد بيقول له انت ازاي بتاكل السمك بشوكه كده يا اونسكي؟ وبيرد عليه بيقول له دي لذيذة جدا وخصوصا بشوكها بتكون مقرمشة قوي. وبيقول له انا عمري ما شفت حد بياكل سمك زيك يا اونسكي بشوكه كده. وبيرد عليهم اونسكي بيقول لهم طبعا انا ملك الجبال، وبيستغربوه لانه دي عاشر سمك هياكلها. وبيقول لهم اونسكي ان هاشيرا الصقر اقوى واحد في فليك قتلة الشياطين. وتانجير بيقول لهم فعلا، وبيأكد على كلامه وبيقول لهم الراجل ده ريحته غير اي واحد في الهشرة كلهم، ولكنه في مستوى مختلف تماما عنهم، وبيعجبهم قوي السمكة اللي بيكون عامله تانجيرو. وزينيتسو بيقول لهم بس انا راهن ان العجوز بتاعكم ده ما يقدرش يحرك جلمود واحد زي اللي احنا بنعمله، هو بس بيقول لنا اي كلام وخلاص، او موجود علشان يدربنا من بعيد. وتانجيرو بيقول له فعلا يا زينيتسو انا سمعت انه بيحرك جلاميد بس اكبر من دي كتير. وزينيتسو بيقول لتانجيرو انت بتصدق اي كلام يتقال لك كده؟ دول بيخدعوك، بيقولوا لك اي حاجه علشان انت تخاف منه. وتانجيرو بيقول له لا صدقني، وانت هتعرف بنفسك اذا كنت انا بكذب ولا لا، او هم بيكذبوا ولا لا. وبيلاقوا فعلا هاشيرا الصخر معدي بصخره كبيره جنبهم وبيرتل وبيحركها، وكلهم بيكونوا في حاله ذهول. اما زينيتسو من كتر الصدمه بيريل على نفسه، وتانجيرو بيتفاجئ بيه جدا، وزينيتسو بينفعل وبيقول لا مستحيل. اما زينيتسو بيضرب تانجيريو وبيقول له ده انا هفجر راسك، بتجيب الكلام منين يا جدع؟ وبيدي تانجيريو يجي 3000 قلم على وشه، وبيقول له تصدق احنا اللي اقزموا ما نجيش حاجه جنب العمالقه دول. وانسكي بيقول لهم بعد ال50 سمكه اللي انا اكلتهم انا شبعت خلاص يا رجاله، وهروح لتدريب جذع الشجره. وزينيتسو بيقول يخرب بيت الحماس اللي انتوا فيه، انا هموت منكم. وتانجيريو بيقول يلا احنا في اول تدريب ومتاخرين، وبيشد زينيتسو وبيروح الشلال، وبيقعدوا تحت الشلال لحد ما يكونوا هيموتوا من البرد. وتانجيرو بيلاقي زينيتسو وقع وبيروح يجيبه ويقول لي يلا نكمل احنا لسه ما خلصناش. وبيخلصوا تدريب الشلال وبيروحوا
تدريب جذع الشجره، وفعلا بيشيل الجذوع اللي هي قد المبنى نفسه. وبيكون انتهوا من التدريب التاني وفاضل لهم اخر تدريب الصخره اللي هي صخره الجلاميد بتاعه العمالقه بس، وبيكون اخر تدريب ليهم. وعلى الجانب التاني من المدينه بتظهر عيون متخفيه لواحده من فليك الشياطين، وبتراقب كل الناس الموجودين في المدينه وخصوصا البنات لانها بتدور على نزوكو البنت اللي غلبت الشمس. وموزان قاعد على الكرسي بتاعه بيتمزج وبيقول لها انا مبسوط منك ومن شطارتك، عماله تتقدمي وتتطوري كل يوم عن التاني. واما ناكيمي بتقول له شكرا، ده انا ليا الشرف ان انا اوصل لده. وبيقول لها بصي دوري في المكان ده في الخريطه وان شاء الله هنلاقيها. وبيقول لها ده واحد مهم راقبيه. وبيقول لها مهما طال بينا الزمن هنلاقي نيزوكو وكمان ابو ياشكي. ونرجع لتانجيرو اللي بيكمل تدريب الصخره اللي بيحاول يحركها من مكانها ولكنه مش قادر حتى يهزها لحد ما جزمته بتتقطع. وبيكون في 3 تلاميذ ماشيين بيقولوا لتانجيرو سلام بقى يا تانجيرو. بيقول لهم انتوا رايحين فين؟ بيقولوا له احنا نازلين الجبل خلاص مش قادرين على التدريب ده، احنا جبنا اخرنا. وبيقولوا له احنا هنحاول نعمل حاجه تانية وهنحاول ندعمكم من بعيد. وتانجيرو بيشكرهم وبيقول لهم احنا بسبب دعمكم ده هنقتل الشياطين واحنا مش قلقانين وهنقضي على موزان كلنا ان شاء الله. وبيحاول تانجيرو مع الصخره تاني يوم ولكن بيفشل. واما تانجيرو بيحضر للتلاميذ الاكل اللي بينسفوه من كتر حلاوته، وزينيتسو بيكون متلقح من التعب، وتانجيرو بيروق عليهم وبيحمر لهم الرز كمان وبيقول لهم بألف هنا يا رجاله. وبيرجع تانجيرو تاني يوم للصخره اللي هتجيب اجله، وبيكون مر عليه 6 ايام ومفيش فايده في انه يحرك الصخره من مكانها. وبيقول تانجيرو الشياطين مش هتختفي للابد، يعني مفيش وقت لازم احرك الصخره. وبيقول كل ده علشان قوتي العضليه قليله حبتين ولا ايه الدنيا، ولا في طريقه تانية وانا مش عارفها. وبيقول انا لازم احافظ على مستوايا في كل الاختبارات وحتى لون بشرتي ابتدى يغمق. وبيحضر غينيا لتانجيرو وبيقول له كده مستواك هيقل وكمان هتسمر من الشمس. وتانجيرو بيموت من الخضه وبيقول له انت فين؟ اختفيت من اخر مره. وغينيا بيقول له انا اتحبست لان هاشر الصخر اداني كلمتين في جنابي وان لازم اكون بعيد عن اخويا الكبير اللي هو هاشر الرياح. وبيشكر تانجيرو طبعا لانه دافع عنه وقتها. وبيقول له بس انت يا تانجيرو بقيت اغمى عن زمان بكتير. وتانجيرو بيقول له انا عمال احاول بقالي كام يوم بس مش عارف. وغينيا بيقول له يمكن انت مش بتستخدم الحركه المعينه اللي بتحرك الصخره ولا ايه. وتانجيرو بيفرح جدا وبيقول انا خلاص انا لقيت الحل. وغينيا بيقول له هاشر الصخر مش شاطر قوي في تعليم الناس التانية، ولكن انا هقول لك كل اللي عندي. انا عايزك تركز جدا 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 ولازم تعمل حركه قبلها ان انت تقعد ترتل كده زي هاشر الصخر. وبيكون هاشر الصخر معدي من جنبهم وبيمشي غينيا وبيقول لتانجيرو جرب كده اللي علمتهولك. وغينيا بيكون شاكك في امر تانجيرو اصلا، وبيروح تانجيرو يحرك الصخره ومفيش فايده. وبيفتكر كلام غينيا انه لازم يستخدم كل حواسه وافكاره ويستخدم حتى ذكريات الغضب اللي كانت عنده. وبيقول له ذكريات الغضب دي كفيله ترفع درجه حرارتك ودقات قلبك كمان. وبيحاول تانجيرو يا دوب بيهز الصخره. وبيجي اصحابه بيقولوا يا عيني وقت العشاء جه يا تانجيرو تعالى اكلنا. وبيحضر غينيا على العشاء وبيقول له ايه يا تانجيرو عملت ايه في اللي قلت لك عليه. وبيقول له انا فعلا كانت الحركه مختلفه ولكني برضو لسه ما حركتهاش قوي. وبيقول له لازم تفكر في اي حاجه بتحرك عواطفك لاقصى درجه ممكنه. وبيفتكر تانجيرو عيلته وكلمات رينغيكو سان وقلبه بيولع وبيحرك الصخره فعلا. وبيروح زينيتسو وأونسكي يتفرجوا على تانجيرو وهو بيتمرن على الصخره. وزينيتسو بيقول ده عقبال اخر اليوم هيكون فايص مننا، ده مبتدي من الفجر. وبيحاول تانجيرو تاني مع الصخره وفعلا تانجيرو بيفتكر كل الذكريات اللي بتجيله وتخليه يولع من الحماس وبيحرك الصخره من مكانها وبيمشي بيها كمان. وزينيتسو وأونسكو بيتخضوا منه وبينزلوا جامد. وأونسكو بيقول يا لهوي ده تانجيرو عداني. وموزان بيبقى قاعد مش على بعضه وما بيبقاش عارف اوباياشكي بيخطط لايه وبيخلي كل التلاميذ دي بتستعد لايه. وبيقول انا في كلا الحالات مستعد لهم. اما أونسكي وزينيتسو بيستغربوا من كتر الذهول ان ازاي تانجيرو بيحرك الصخره وكمان مش بس بيحركها ده بيجري بيها. وتانجيرو مش بيكتفي بكده وبيقول انا لازم استمر في المشي بيها وما ينفعش اتراجع لحظه واحده وان الموضوع كله مش متعلق بالايد بس ولكن لازم احرك باقي جسمي مع ايدي. وبيتشجع أونسكي جامد جدا لما بيشوف تانجيرو وبيحاول يحرك الصخره هو كمان ولكن بيحركها فعلا. وبيقف زينيتسو مستغرب على الاتنين وبيقول يا ترى هو انا اعرف اعمل ده. وبيكون خايف ومستخبي. وبتجيله حمامه برساله وبيقول لها بعدي عني انا لسه ما خلصتش التدريب بتاعي انت جايه لي ليه. وكانت بتزن عليه وبيقول لها انا لسه في تدريب ده ما خلصتش ان انا اجري بالصخره. والحمامه مش بتسيبه في حاله لحد ما زونيتسو بيستوعب ان في رساله جايه مع الحمامه والحمد لله بيكون فهم. وتانجيرو بعد ما بيحرك الصخره بيقعد يعيط وبيطلع نار منه وبيحس انه هيموت من الجفاف وبيقول يا لهوي انا كده هموت منهم. وبيحس انه هيموت
فعلا، ولكن هاشر الصخر بيملى ميه وبيرميها على وشه، وتنجرو بيقول له يا شكرا على الميه دي، ولكن هاشر الصخر بيقول له انت انجزت التدريب ومش بس كده، كنت بتتعامل بشكل كويس قوي مع زمايلك ومع كل الموجودين، وانا كهاشر الصخر معترف بيك. وبيبتدي يكمل على وشه الميه وبيقول له لو انت عطشان انا كده هرويك. وهاشر الصخر بيقول لتنجرو في قريه حداد السيوف اثرت حياه اهل القريه على حياه اختك الشيطانيه، ما تتكسفش انت غيرها، انت سياف حقيقي ولازم كلنا نفتخر بيك. وتنجرو بيقول لهاشر الصخر انت غلطان، انا ما خدتش قرار في اي حاجه، نزوكو هي اللي اخدت قرارها بنفسها، وانا عجزت اني اخد القرار وقتها وكنت متردد لان كنت خايف على اهل القريه، لو واحد فيهم اتقتل بس انا هحس بالذنب، انا ما استحقش تعترف بيا يا هاشر الصخر. وهاشر الصخر بيقول له الاطفال بطبعهم ابرياء وما بيعرفوش يكذبوا، ولكن لما بيكذبوا بيتصرفوا بقسوه وبيبقى الموضوع باين عليهم قوي، وده بيكون بسبب انانيه اللي حواليهم، وانت مش كده يا تنجرو، ولكن انت طفل مختلف. وتنجرو بيقول له انا عايز اعمل كل حاجه من غير ما اغلط وانجح في كل التدريبات علشان اعرف انقذ البلد من الشياطين، ولكن انا معرفش المستقبل مخبي لي ايه، ومش مستني لما حد ينقذني في الاخر وينتهي بيا الامر لكده، وانت ما ينفعش تعترف بيا بسهوله كده يا هاشر الصخر. وشكرا على الميه. وبيكون تنجرو طفل عنيد جدا مع معلمه وبيشكره على التدريب اللي قعد فيه كام يوم عشان يحرك الصخره. وهاشر الصخر بيقول له مهما قالوا عنك يا تنجرو انا هفضل معترف بيك ومش هشك فيك لحظه واحده. وبيقول له كامادو تنجرو، وتنجرو بيقول له ايه كامادو تنجرو دي، انا مش فاهم يعني ايه. وهاشر الصخر بيقول له انا هشرح لك، كنت زمان بربي اطفال ايتام في معبد، والمعبد ده كان فيه اولاد كتيره قوي ولاد وبنات، وكان بيقدموا لهم اكل وكل حاجه، وكان هو معلم ليهم. وبيقول في مره كنا قاعدين هناكل، ولكن قبل ما ناكل قلت لهم انا قابلت واحد بتاع سمك، اشتريت منه شويه سمك اللي انتوا هتاكلوه دلوقتي واداني شويه فوق البيعه ببلاش. احنا لازم نشكر الناس الكويسه الطيبه دي اللي بتعمل معانا الخير بدون مقابل، ومش بس كده عايزين نشكر الناس اللي تعبت معانا وطبخت الاكل ده عشان تقدمه لنا بالشكل ده. والاولاد كلهم في المعبد عنده كانوا مهتمين للي جاب وعمل الاكل، وكانوا من جواهم بيشكروهم فعلا. وبتيجي بنت الهاشر الصخر بتديله سمكتها وبتقول له انا مش عايزاها، ومش بس كده صاحبتي كمان هتديك السمكه بتاعتها. فبيقول لها هو في حاجه ولا ايه؟ فبتقول له لا علشان انت ضعيف وجسمك هزلان حبتين. وبتقول له ما ينفعش تدخل التدريب وانت كده. وبيضحك هاشر الصخر وبيقول لها انا مش بدخل تدريبات اكبر من جسمي، ما تخافيش مش هموت من الجوع اصلا ولازم انت اللي تاكليها. وبترجع البنت مكانها وبيقول لهم فعلا حتى لو انا ضعيف مش هخسر قدامكم. وواحد زميلها بيقول لها هاتيها كلها انا بدل هاشر الصخر. فالبنت بترد عليه وبتقول له انا مش هديها غير للمعلم بتاعي. وبيبتدوا كلهم يضحكوا وياكلوا. وبيقول هاشر الصخر لتنجرو عارف يا تنجرو رغم انهم مش اخوات ولا من اب ولا ام واحده ومش من دم واحد يعتبر، ولكنهم كانوا بيساندوا بعض وبيحبوا بعض اكتر من الاخوات، وكنا عايشين زي العيله بالظبط، وكنت عايزه اكمل حياتي كده. ولكن في يوم تلميذ من تلاميذ المعبد فشل في ان هو يرجع المعبد قبل الضلمه، وده بسبب انه خالف القوانين وقعد بره حبه حلوين. والطفل ده قابل شيطان من الشياطين اياها اللي بتيجي على البلد بالليل، وعلشان يبقى اذكى من الشيطان في انه يهرب منه قال له بص انت هتقدر تاخدني انا واحد، ولكن انا هخليك تاخد 8 اطفال تانيين في المعبد. وفعلا بقى اذكى من الشيطان، والاطفال اللي في المعبد بيجي وقت النوم، وكان ساعتها لسه اساطير الشياطين موجوده ومستمره في بالهم، فكانوا بيحطوا بالليل بخور علشان يصرف الشياطين او يبعدهم عن المكان. والطفل ده بيوصل عند المعبد وبيطفي كل المبخرات اللي هناك وبيرشد الشيطان ازاي يدخل المعبد. ووصل الشيطان فعلا وبيقول هاشر الصخر انا كنت نايم وسطهم، واول ما صحيت قتل 4 في لحظه، وكنت بحاول بكل استطاعتي احمل 4 تانيين، ولكن في 3 اطفال تانيين ما سمعوش كلامي وحاولوا يهربوا، وقتلهم الشيطان لانهم قرروا يهربوا بدل ما يعتمدوا عليا. وساعتها طبعا ما كانش ليا نفس للاكل ولا الشرب، وبقيت هزيل جدا وما كنتش قادر حتى ارفع صوتي لان اللي حصل ما كانش مخليني اقدر اعمل اي حاجه. وفوق ده كله ايه الفايده اللي كانوا هيجنوها من واحد اعمى زيي؟ وده اللي خلى كل الاطفال تهرب وما تثقش فيا. وتنجرو بيتفاجئ من كلامه وهو بيقول له ان انا اعمى، وبيقول له ما فضلش غير سايو وهي بس اللي سمعت كلامي وكانت مستخبيه ورايا، وانا عشان سايو قتلت الشيطان. وكان موقف مقزز قوي بالنسبه لي، والاول مره في حياتي اقتل حد بالبشاعه دي، وكمان كنت خايف من قوتي قوي، ولولا ان هاجمني الشيطان كنت هفضل طول حياتي مش عارف اني بالقوه دي. وقعدت اقاتل الشيطان لحد الفجر، واتأذيت فعلا وخاطرت بحياتي عشان احمي سايو، ولكن سايو قالت للكل ان في وحش قتل كل اللي موجودين، وطبعا الرعب هو اللي خلاها تقول كده.
وحيده وطفله ومحدش هيعتب عليها، وانا وقتها كنت عايز احمي سايو وكنت محتاج بس تقدر اللي انا عملته علشانها، وانها تقول لي بس شكرا لاني قتلت علشانها، وهي الوحيده اللي فضلت حيه. الكام كلمه دول كانوا هيحسسوني اني عملت حاجه كبيره قوي في حياتي. ولكن انت عارف الشيطان يا تنجرو ما بيفكروش غير في نفسهم، لان ساعتها اتبخرت جثه الشيطان واتبقت جثه الاولاد بس، وبقيت انا ساعتها في السجن، وكانوا هيعدموني لولا المعلم تدخل وطلعني فعلا، ولكن ما بقاش حد يثق فيا خالص. وكمان الشكوك كانت قلقاني ناحيتك برضه يا تنجرو، لانه مهما كان الناس كويسه عند الجد بيظهر معدنهم الاصلي. اما انت يا تنجرو كنت صامت طول التدريب، وكنت ولد ذكي ونقي جدا، وقليلين بس اللي زيك، وقليل اللي هيعدي بظروفك ويفضل كده. انت فعلا طفل متميز، وبخبرتي اني راقبت ودربت كتير من الناس بروحي مش بعيوني، فمستحيل اغلط في تقييم حد، ولكن انا متاكد ان مستقبلك غير كل المتدربين دول، ومن النهارده هساعدك عشان ما تخرجش عن طريقك ده وتفضل نقي من جواك. وتنجرو بيصح من العياط وبيشكره وبيقول له انا هفضل على نفس الطريق. وهاشر الصخر بيحط ايده على تنجرو ويفتكر سايو وبيقول له انا كده كملت تدريبك معايا. وبيقعد غينيا مع انوسكي وتنجرو علشان ياكلوا. اما غينيا بيقول هاشر الصخر ده راجل طيب جدا، كان عارف ان انا ما عنديش اي موهبه وشاكك اني باكل الشياطين، ولكن سمح لي ان اكون تلميذ عنده، ووداني كمان لواحده تفحص جسدي، وكل مره اشوفها عماله تديني في مواعظ. وانوسكي بياكل اكل وبيدخل على الاكل اللي بعده، وبيكون الاكل اللي بعده ده بتاع زينيتسو. وتنجرو بيقول له انت بتاكل اكل زينيتسو ليه؟ وانوسكي بيقول له ما دام زينيتسو ما جاش ياكل معانا يبقى مش عايز الاكل ده، او اكيد عنده اسهال. وتنجرو بيقول له ده بيتدرب زينا يعني اكيد هيموت من الجوع. وانوسكي بيسيب اكل زينيتسو مكانه. اما غينيا بيقول لتنجرو بس انت شاطر عديت التدريب كله من غير ما تغلط ولا غلطه. وتنجرو بيقول له لو كان عندي مشكله في تقنيات التنفس كنت هفضل معاك في نفس الحفره دي ومش هعرف اعدي من الاختبار. وتنجرو بيسال غينيا وبيقول له صحتك عامله ايه؟ لان شنوبو سان عماله تسال على صحتك وقلقانه جدا عليك، انا عارف انها ممكن تكون قاسيه عليك حبتين ولكنها عايزاك تكون افضل حد. وبيقول له يلا يا غينيا بعد ما تخلص الاكل هنروح انا وانت لغيوسان مكان التدريب، هتيجي معايا؟ وغينيا بيقول له لا انا مش هقدر اجي معاك، انا لسه ما خلصتش تدريبي هنا وما حركتش طوبه مش صخره كامله. ويرسك بيقول له انا نجحت ان احركها، وبيبتدي يغيظ غينيا. وغينيا بيقول له انا ما عرفتش احركها بس عشان عندي مشكله في تقنيات التنفس مش اكتر ولا اقل. ويرسك بيتريق على غينيا وبيقول له انت فاشل، وبيبتدي يمسكوا في شعر بعض لحد ما تنجرو بيخلص ما بينهم. وتنجرو بياخد اونسكي وبيقول له تعالى انت بس اقعد هنا. وتنجرو بيقول لغينيا انا كنت عايزك معايا علشان كنت هتكلم معاك في حبه حاجات واحنا في الطريق. فبيقول له بخصوص ايه يا تنجرو؟ فتنجرو بيقول له بخصوص اخوك الكبير هاشر الرياح. وبيروح تنجرو لزينيتسو وبيقول له انا قلقت عليك، انت فين يا راجل؟ انت حركت الصخره ولا لسه؟ وزينيتسو بيقول له حرك ايه بس؟ وتنجرو بيقول لزينيتسو انا رايح التدريب اللي بعده وكنت قلقان عليك جدا ومن سكوتك ده اخر كام يوم فاتوا، انت كويس يا صديقي؟ ولكن زينيتسو بيقول له صح عندك حق بس انت خلي بالك من نفسك يا تنجرو. وزينيتسو بيقول لتنجرو انا طول عمري ما كانش عندي اي هدف ولكن دلوقتي عرفت هدفي خلاص. وتنجرو بيقول له في حاجه حصلت ولا ايه؟ قول لي مش عادتك تتكلم كده يا زينيتسو. وزينيتسو بيقول لتنجرو اعمل بس انت اللي عليك وخليك في اللي بتعمله وسيبني انا هنا في حالي. وتنجرو بيكون قلقان عليه قوي وبيسيب له الاكل وبيمشي. ولكن زينيتسو بيقول انت طيب قوي يا تنجرو. وزينيتسو بيكون وشه متشلفط دم وبيقول انا عندي موضوع لازم اخلصه مهما كلفني الامر. وبيكون ماسك الرساله في ايده وقاعد. وتنجرو بياخد شنطته وبيلم حاجته وبيمشي وبيفكر في زينيتسو. وبيقول تنجرو جواه يا ترى زينيتسو هيكون بخير ولا لا؟ ده غير نزوكو اللي انا سبتها تحت عنايه واحد تاني طول فتره تدريبي كلها وانا بفكر فيها. وبيفكر في منظرها وبيقول يا رب ما تكونش حاسه بالوحده من غيري. وبيوصل تنجرو الغابه اسمها خرزان ل1000 عام. وبيقول مكان التدريب غيوسان قريب من هنا ولا ايه؟ وبيسمع صوت عركه كبيره وصوت حطب وده بيكون صوت غيسان مع هشيره الرياح. وبيقول تنجرو في نفسه رغم انهم بيحاربوا بسرعه فظيعه ولكني دلوقتي بقيت عارف اتتبع خطواتهم. غيوسان ده بيكون هشيره الماء، واما هشيره الرياح بيتنفس الرياح في الشكل الاول قاطع زوبعه الغبار. وبيقول لخصم غيوسان انا كنت فاكر انك غيرهم كلهم وانك اقوى منهم. وغيسان بيقول له فعلا انا مش زيكم انا غيركم كلكم. وبيتنفس الماء في الشكل الرابع للمد الضارب والشكل السابع طعنة قطرة المياه. وهاشر الرياح يسكت لا يتنفس الرياح في الشكل الخامس على شكل رياح الجبل الباردة. وبيبتدي يخلصوا هجماتهم اللي بترعب دي. وهاشر الرياح بيقول ايه رايك يا غيوسان نكمل بايدينا؟ وتنجرو بيدخل ما بينهم وبيقول لهم والنبي كده كفايه ابوس ايديكم ورجليكم انا عايزه اتدرب. وهاشر الرياح بيقول له اقعد انت بس على جنب ايه
اللي جابك هنا؟ انت مش كنت واخد كارت احمر مني ولا ايه؟ ولا مش نافع معاك دلوقتي؟ انت بتراقبني ولا ايه يا تانجيرو؟ وتانجيرو بيقول له اوعى تكون بتتقابلوا وتتبرزوا كده علشان يعزمك على حاجه حلوه. وتانجيرو بيقول لو انا كنت عارف ان انت هنا كنت جبت لك حاجه حلوه اللي انت بتحبها. وهاشر الرياح بيقول له انت بتهزر معايا ولا ايه؟ وتانجيرو بيقول له لا انا بتكلم بجد، انا عارف ان نقطه ضعفك الحاجات الحلوه، لاني كنت بتدرب عندكم على طول كنت بشم ريحه الرز والفاصوليا، بس انت اول ما بتيجي كنت بشم ريحه الحاجه الحلوه وشاي الماتشا اللي انت بتشربه، علشان كده توقعت ان انت بتحب الاتنين دول اكتر حاجه. وغيسان بيسال هاشر الرياح هو انت فعلا بتحب الحلوه دي؟ وتانجيرو بيقول له على فكره انا كمان بحبها. وبيستفز هاشر الرياح لدرجه ان هاشر الرياح بيديله ضربه بيطير بيها السما وبيرجع تاني. واول ما بيفوق تانجيرو من الضربه بتاعته بيسال غيسان هو فين هاشر الرياح؟ وغيسان بيقول له هو مشي لانه مش طايقك. وتانجيرو بيسال غيسان هو انتوا كنتوا ليه بتتقاتلوا؟ وغيسان بيقول له ده جزء من تدريب الهشره، هشره ضد هشره. وتانجيرو بيقول له اسف ان قطعت تدريبكم. وغيسان بيقول له ولا مقاطعه ولا حاجه يا راجل، انا ما كنتش عارف اكلمه طول الوقت، هشر الرياح ده على طول غضبان، ولكن انا مبسوط جدا لاني عرفت الحاجه اللي بيحبها هاشر الرياح، وهفضل شايلها له في جيبي طول الوقت واقدمها له كل مره عشان نكون اصدقاء. وتانجيرو بيقول له تصدق فكره حلوه قوي وانا برضو هعمل معاه كده، ولكن غيوسان بيكون عايز يكسب هاشر الرياح باي طريقه. وتانجيرو بيقول جواه اخيرا عرفت سر دخول لهاشر الرياح. وبيمشي هاشر الرياح غضبان وبيقول الواد ده كل ما اروح حته اشوفه هو مش عارف متابعني ولا بيمشي ورايا ولا ايه اللي بيحصل، وايه اللي لم الشمع على مغربي في وقت واحد. وبيفتكر كلام تانجيرو وتانجيرو نفسه وبيقول الواد ده على طول بيفسد كل الاجواء. وهاشر الرياح بيكون ماشي ونازل من على سلم وبيشوف حاجه بيمسكها بايديه فاكرها حشره، ولكن بتكون عين شيطانيه من عيون موزان. وبيقول هاشر الرياح ياه هما وصلوا لطريقنا لحد النقطه دي، يا دي النصيب، ده لازم الزعيم يعرف. وبيكون في بيت عملاق كبير جدا، وده بيكون بيت زعيم اللي بيقتل الشياطين، اللي بيكون في اخر حياته وزوجته قاعده جنبه، وبيدخل عليه واحد في اقل من مهله وداخل خطوه خطوه، وبتكون ليله مرعبه، وبيكون رايح لزعيم قتلت في الليك الشياطين. اما اوباياشكي بيقول له موزان انا كنت مستنيك، حمد لله بسلامتك، فينك يا راجل وحشتنا طلتك الجميله. وموزان بيسخر منه ومن منظره وانه مريض ومتلقح ما بين الحياه والموت، وزوجته بتكون جنبه وبيقول له انت الشخص اللي قعدت تقاتل عيلتنا لحد 1000 سنه. اما اوباياشكي بيسال اماني وبيقول لها وصفي لي الهيئه اللي واخدها لاني مش شايفه، انا حاسس بيه بس. وبتقول له شكله زي راجل كده في العشرينات من عمره، ولكن عينه لونها احمر، وبتوصف حدقه عينه وبتقول له عامل زي القطط بالظبط. وموزان بيكون واقف ولا همه اي حاجه. واما اوباياشكي بيقول له على فكره انا كنت متاكد انك هتيجي لحد عندي، انت ماسك العيله كلها واحد واحد وغضبان من كل واحد فينا، فعشان كده هتقتلنا كلنا وهتخلص علينا. وموزان بيقول له تصدق يا راجل انا حاسس بخيبه امل من صميم قلبي ان العشيره اللي انا بطاردها طول حياتي كبرت واستمرت في انها تقف في طريقي لحد 1000 سنه، وان زعيمهم مرمي بالشكل البشع اللي انا شايفه ده. يا راجل ده جثتك قربت تتحلل وريحتها واصلالي. وباشكي بيقول له معاك حق، من يجي 6 شهور الدكتور قال لي هموت خلال كام يوم، ولكني ما زلت حي لحد دلوقتي، حتى الدكتور مستغرب وعنده ذهول ان انا عايش لحد دلوقتي، وانا لو عندي قوه فانا عندي قوه علشان ههزمك يا موزان. وموزان بيقول له حلمك هينتهي الليله وهخلص عليه. وباشكي بيقول له انت في حاجه تايهه عن بالك يا موزان، ان احنا الاتنين بننتمي لنفس العيله ونفس النسل، ولكن بما ان انت موجود من 1000 سنه فيعتبر ما فيش بينا صله قرابه. وموزان بيقول له كلامك ولا اثر فيا، عايز مني ايه يعني من الاخر؟ وباشكي بيقول له اتولد ولد وحش زيك من قلب العشيره، عشيره ملعونه حبتين، وكان كل عيل بيتولد في العيله دي بيمرض على طول وبيموت بسرعه، ولما جه الوقت والعشيره لقيناها بتنقص واحد واحد وقربت تنقرض، رحنا للكاهن وسالناه على اللي بيحصل وقال لنا ان في شيطان ظهر في نسلنا، ولازم العيله الباقيه كلها تنافس بكل حاجه عندها من حلو ووحش علشان تغلب الشيطان ده ويبتدي يجيلنا نسل من جديد. ومن ساعتها بقينا نتجوز بنات كهنه علشان اطفالنا تكون اقل عرضه للموت، بالعكس يعيشوا وقت اطول، ولكن رغم كده مفيش واحد من العيله بيعيش اكتر من 30 سنه. وموزان بيقول له اوباياشكي شكلك ابتديت تخرف بالكلام يا راجل، ده اي كلام ومالوش منطق وهري على الفاضي، هو انت مرضك وصل لدماغك ولا ايه؟ وابتديت تخرف زي العادي، وكل اللي حكيته ده ولا يعني لي اي حاجه، لاني ببساطه ما تعرضتش لاي عقاب الهي، والسما غفرت لي كل اللي انا عملته، كل المجازر اللي انا عملتها في البشر غفرتها لي، حتى انا فتره وجودي ل1000 سنه عيني ولا شافت اله ولا حتى بوظه ولا حتى صنم بتعبدوه. ولكن اوباياشكي بيقول له انا شايف الدنيا من منظور تاني انت مش شايفه. قول لي يا موزان انت ايه
حلمك اللي بيكون بين عينيك طول ال1000 سنة وعايز تحققه لحد دلوقتي؟ وبيبص موزان لأوباياشكي وبيحس بشعور غريب قوي. بيقول رغم ان زعيم صياد الشياطين قاعد قدامي وهو اللي مدرب كل الهشرة اللي وقفوا قدامي طول السنين دي كلها، ولكن مش حاسس بأي كراهية، وده احساس غريب جدا على موزان. وبيشوف موزان بنتين بيلعبوا وبيغنوا في نفس الوقت، وبيحس موزان بشعور اغرب انه حاسس بالحنين رغم ان القصر كله ما فيهوش غير 4 اشخاص، اوباياشكي ومراته وكمان بنتين. وبيقول حتى القصر ما فيهوش اي حارس. اوباياشكي بيقول لموزان انا خمنت انت بتحلم بايه، انت بتحلم بالابديه والخلود، ان انت تفضل عايش طول عمرك ومسيطر. وموزان بيقول له فعلا ده حلمي وهيتحقق قريب، ولكن مشترط على اني الاقي نزوك. اوباياشكي بيقول له عمرك ما هتلاقيها. وموزان بيقول له يعني انت واثق ان انت مخبيها في مكان سليم ولا ايه؟ ولكن انا عندي وقت كبير عكسك، انت قربت تموت يا اوباياشكي. اوباياشكي بيقول له بيتهيأ لك. موزان بيقول له بتقصد ايه بيتهيأ لي؟ اوباياشكي بيرد عليه وبيقول له الابديه هي مشاعر الناس اللي بتقعد طول العمر. وموزان بيقول له بطل اي كلام وخلاص، انا بشمئز لما بسمع صوتك يا راجل انت. واوباياشكي بيقول له 1000 سنه وفليك الشياطين ما اختفاش واخدت اطفال كتيره جدا، اطفال مسكينه وما زالوا اهلهم بيذكروهم وبيتذكروهم طول الوقت. وبتكون هي دي الحقيقه، ان الابديه دي مشاعر الناس اللي انت قلت عليها اي كلام، مشاعرهم بتفضل موجوده للابد، وانت قتلت ارواح كتيره واطفال اكتر، والاطفال دي ليها معزه في قلوبنا، ولكن المشاعر دي مخليانا ان احنا مش قادرين نسامحك. وبيتخيل موزان ليله حمراء وحواليه كور اطفال كتير اللي قتلهم. وباياشكي بيقول لموزان طول ال1000 سنه مفيش حد غفر لك زي ما انت يا موزان، مرارا وتكرارا دست على ديل النمر واتخطت التنين، الاتنين المفروض يكونوا نايمين وانت اللي فوقتهم، انت اللي فوقتهم وخليت فريق الهشره على طول باصين عليك ومتربصين لك في اي حاجه هتعملها، ومحدش هيسمح لك بالهروب من هنا. حتى لو قتلتني يا موزان الفريق كله هنا مش هيتأذى ولا الفليق، لاني انا مش بالاهميه اللي انت فاكرها، مشاعر الناس بس هي اللي هتقومهم من تاني، لان ببساطه كده بموتك انت كل الشياطين هتهلك ومش هتبقى موجوده. وبتهب ريح خفيفه. وباياشكي بيقول له شكلي صوبت صح. وموزان بيقول له كلامك خلص ولا ايه الدنيا؟ وباياشكي بيقول له في كلمه اخيره، انا قلت لك ان موتي مش هيكون مهم للدرجه، ولكن موتي هيكون عميق بالنسبه ليهم وهيفضل جواهم، ولحسن الحظ كل اعضاء الفليك بيحبوني جدا. باختصار يعني بموتي كل معنويات الفريق هتترفع اكتر من قبل كده، وهيبقوا متربصين لك اكتر يا موزان. وموزان بيحول ايده لايد شيطانيه وبيقول له خلصت كلامك عشان اخلص عليك ولا ايه يا اوباتشي؟ وباتشي بيقول له انا خلصت كلامي، انا استغربت اصلا يا موزان انك سمعتني لحد دلوقتي وشكرا ليك جدا. وموزان بيبتدي يتحول والغراب بيبتدي يستدعي ويقول حاله طوارئ طوارئ لكل الهشره، وبيقول لهم قصر اوباياتشي بيتعرض للهجوم ولازم تحضروا حالا. وكل الهشره جاريه على ناحيه القصر، هشره الرياح والثعبان والحب وتوكيتو وهشره الحشره، ومش بس كده وهشره الصخر وتنجرو كمان. وكلهم بيفتكروا لما كانوا متجمعين مع هشره الصخر، وهشره الرياح بيقول له لازم يكون في حد مع اوباياتشي علشان يحميه، ولكن هشره الصخر بيقول لهم انا بقيت هشره وانا عندي 19 سنه، ومن ساعتها عرضت عليه الفكره دي حوالي 8 سنين وفضل رافض الفكره نفسها، راسه ناشفه قوي اوباياتشي. وهشره الحشره بتقول ان زعماء اوباياتشي اللي كانوا قبل كده محدش فيهم اتخدم ولا كان ليه حرس اصلا، وكلهم طبعا بيجروا باقصى قوتهم للقصر وبيكونوا شايفين القصر قدامهم. واوباتشي بيضحي بحياته وحياه اسرته وبيفجر نفسه بالقصر كله علشان يقضي على موزان. والهشره بيشوفوا كل النار دي وبيسمعوا اصوات غريبه، وبيطلع موزان من النار وبيستمد قوته من تاني. وتنجر بيقول انا سامع صوت متفجرات وريحه اجساد بتتحرق، وبيكون اوباياتشي وزوجته والبنتين بيتحرقوا اصلا. وموزان بيقول انا كنت فاكر اوباياتشي انسان عاقل وهينصب لي فخ كالعاده ومش هعرف اخلص عليه، ولكنه طلع مجنون وضحى بنفسه وعيلته، انا ما كنتش متوقع كده. وكان موزان صنع متفجرات فيها مسامير علشان تاثيرها يبقى ازيد على موتهم. وبيحاول موزان يتشافى من الحريق كله، وبيقول اكيد الراجل ده عامل لي خطه تانية. وموزان بيقول انا مستشعر ان في ناس او بشر جايين حواليا وشكلهم دول الهشره، ولكن حاسس بحاجه تانية جايه، وفي الاغلب ان اوباياتشي كان مكار وحول نفسه طعم علشان اقابل الهشره كلهم مره واحده. وبيقول موزان ان اوباياتشي
غضبه وكراهته اتجاهي صعب قوي زي التعبان الملفوف حوالين بطنه، وان عايز يقلب كل الناس حواليا ضدي ويقضي عليا. وهل يا ترى اطفاله ومراته عارفين كل الخطه دي؟ وبيقول موزان كفايه تفكير بقى في اوباياتشي واللي المفروض يحصل او اللي المفروض حصل، انا المفروض اركز مع جسدي اللي هيتجدد قريب. وبيستعيد فعلا جسده وبيلاقي حواليه بذور لحم، وبيقول ده فن شيطاني دموي، وبتشل حركه موزان وبيطلع شوك وبيكلم موزان متسمر مكانه. وموزان بيقول يا ترى لمين الفن الدموي ده، وانه مش عارف يخرج نفسه من الشوك حتى. وبيقول كويس قوي عددهم مش كبير، هعرف اخرج منهم. وبيلاقي العدد عمال يتزايد من الشوك، وبيلاقي واحده غرزه ايديها في بطنه، وبيقول لها تاميو انت ليه بتعملي كده؟ وبتقول له تاميو ان البذور الدمويه والشوك ده لشخص انت حولته شيطان قبل كده. وبيعرف موزان انها عرفت تقرب منه لانها استخدمت فن دموي عشان تختفي بيه وتوصل لحد عنده وتقدر تغرز ايديها في بطنه. وبيبقى عايز يعرف هي ليه بتعمل كده. وتاميو بتقول له انت بلعت الطعم يا موزان، صح كده ولا ايه؟ تفتكر انا دخلت ايه بايدي جوه بطنك؟ ايه رايك انا حطيت دواء يخلي الشيطان يرجع انسان؟ مفعوله ابتدى يحصل ولا ايه؟ قول لي يا موزان. وموزان بيقول لها مستحيل مفيش حاجه كده. وبتقول له فعلا انا لو كنت وحدي كان هيبقى مستحيل. وبيستغرب موزان من كراهيتها حواليه، وبيبتدي يمسكها من راسها بيخليها تنزف دم، وبيقول لها انت قتلت عيلتك واكلتيهم. وابتدى يضايقها بالكلام وانها اذت كل اللي حواليها. وبتقول له انا لو كنت اعرف ما كنتش اتحولت شيطانه ابدا. وبيقول لها موزان مش انت اقتصرتي على اولادك بس، لا ده انت قتلت كتير من البشر وكنتي مبسوطه قوي وانت بتقتليهم، افكرك باللي كنت بتعمليه؟ وتاميو بتقول له صحيح انا يئست فقتلت عدد كبير جدا، وعلشان اكفر عن خطاياي هنموت احنا الاتنين سوا يا موزان. اما تاميو بتنده لهشر الصخر وبتقول له تعالى، وبيتفاجئ موزان ان هشر الصخر وبيدخل هشر الصخر بكل عظمته وبيقطع راس موزان، وبيخلص على موزان يعتبر. وبيفتكر هشر الصخر انه خلص عليه كده، وبيفتكر هشر الصخر ايام ما كان هو 18 سنه واوباياتشي 14 سنه، رغم ان اوباياتشي اصغر من هشر الصخر ب4 سنين ولكنه قوي جدا. ووقت حادثه الاطفال اوباياتشي كان بيقول لهشر الصخر انا عارف ان انت دافعت عن ناس كتيره قوي وقتلت عشان خاطرهم، ولكن انا واثق ان انت عمرك ما تقتل اطفال ابرياء. وبيقول هشر الصخر ان على طول اوباياتشي كان ليه هيبه من وهو صغير لحد ما كبر في السن. وبيفتكر هشر الصخر انه كان عنده اوباياتشي من كام يوم، واوباياتشي كان بيقول له خلال 5 ايام بالظبط هيجي موزان، ولما يجي انا بطلب منك كمان ان انت تقطع راسه. وبيترعب هشر الصخر من كلام اوباياتشي انه عارف اللي هيحصل واللي جاي هيكون ايه. وبيقول شكل العيله دي كلها كده عندهم قوة الاستبصار ان هم يشوفوا المستقبل، ودي حاجة خلتهم يعدوا الازمات بكل سهولة وكمان يبقى ثروتهم كبيرة. وان اوباياتشي طلب من هشر الصخر بالخصوص لان كل الطلاب او الاطفال اللي بيتدربوا مش هيهون عليهم انهم يخلوا اوباياتشي طعم. اما هشر الصخر راجل كبير ومتفهم كلامه وهيبتدي ينفذ كلامه فعلا، ووعده بكده قبل ما يموت. وكمان اوباياتشي وصى هشر الصخر على التلاميذ المتدربين وبيقول له خلي بالك منهم. وبنرجع لموزان اللي بيجدد راسه من تاني، وهشر الصخر بيفتكر كلام اوباياتشي انه موزان لو ما ماتش بقطع العنق يبقى لازم نعرضه للشمس، ولو كده يا هشر الصخر هتفضل تصارعه لحد طلوع الشمس. وهشر الصخر بيقول انا عمري ما حاربت شيطان بالقوه دي، واني لازم اقيده في مكان علشان يتعرض فيه لطلوع الشمس. وموزان بيلاقي هشر الصخر جاي عليه، وموزان بيتنفس الدماء السوداء الشائكه، وهشر الصخر بيستعد بالهيئه الثالثه البشره المتحجره علشان يصد كل هجمات موزان. وهشر الرياح بيوصل بيلاقي موزان وبيجري عليه وانه قضى على مولاهم اوباشكي. وموزان بيلاقي تجمع للهشره كله، وتنجرو بيشوف موزان وبيطلع سكينه وبيقول انا هقضي عليه. وكل واحد منهم بيتنفس هيئته وبيحاولوا ينقضوا على موزان، وبيلاقوا نفسهم في فتحات وهميه ومباني عملاقه للشياطين مليانه بالنار، وكلهم ما بيكونوش عارفين هم فين. وموزان بيكون فرحان فيهم وبيقول لهم هو انتوا فاكرين ان انتوا هتقضوا عليا بالسهوله دي؟ انا اللي خدتكم للجحيم وهخلص عليكم كلكم. وتنجرو بيقول له انا هقتلك يا موزان. وموزان بيقول له لما تتشطر وتعرف تطلع لي يبقى تعالى قتلني يا حبيبي. وبكده يا اصحابي تكون خلصت حلقه النهارده، اشوفكم على خير في حلقه المره اللي جايه.